بمناسبة إن أنت عندك امتحان علوم متكاملة خلاص يوم الخميس ب 15 درجة، فتعالى أقول لك ليه طلبة الثانوي بتخرج من الامتحان دايما بتشتكي من صعوبته بالذات في النظام الجديد، وإن هم ما عرفوش يحلوا كويس، بالرغم إن أغلبهم بيكون مذاكر كويس أصلا. فيا ترى إيه هو السبب؟ السبب إن الطلبة دي ما عدتش على أفكار صعبة كتير من الكتب المختلفة، بس معلش يعني مين بيكون عنده وقت إنه يحلوا كتابين وثلاثة؟ فانا جاي اقدم لك الحل باذن الله، كوني ان انا عديت على امتحانات كتير جدا سواء لما كنت في ثانوي قدك او لما دخلت كليه الطب البشري اللي اتفرمنا فيها، او كوني شغال مدرس علوم متكامله وماده كيمستري الثانويه العامه. السر كله في قانون باريتو، 20% من الافعال هتؤدي ل 80% من النتائج. 20% بس من مجهودك اللي بيكونوا قبل الامتحان هي دي الفتره اللي هتحدد مصيرك جوه الامتحان ايه. طب وايه اهم حاجه ممكن تتعمل فتره زي دي؟ تحل كل الافكار الصعبه من كتابين وثلاثه واكتر. طب انت عندك وقت تعمل حاجه زي كده وامتحانك يوم الخميس؟ عشان كده فيديو ده نزل حوالي ساعة ونص، حلقت لك فيه الأسئلة الصعبة من كتاب الامتحان والتفوق والأضواء، وشلت لك منه الأفكار المتكررة السهلة واللي أكيد مش هتيجي. فخد نفس كده وجيب قهوة ويلا معايا. ايه اللي انا هنبدأ بيه؟ هنبدأ بأول درس عندنا في المنهج، واللي هو التفاعلات الكيميائية وتأثيرها على جودة المياه. طبعا التفاعلات الكيميائية انت سمعت عنها كتير بقى ايام ابتدائي وايام اعدادي. تفاعلات كيميائية يعني بيكون عندك مادة بتتفاعل مع مادة فيدوك مادة ثالثة، زي مثلا الدقيق بيتحط على اللبن فبتطلع الكيكة. طب التفاعلات الكيميائية دي هل ليها فعلا تأثير على جودة المياه اللي احنا بنشربها؟ اهو ده اللي احنا هنعرفه في الدرس ده ان شاء الله. دلوقتي هندخل على اسئله كتاب الامتحان من التفوق، اسئله كتاب الامتحان واسئله كتاب التفوق واسئله كتاب الاضواء، فركز معايا. يلا كده، زي ما قلت لك احنا ناويين نعمل ايه. هندخل شرح تفصيلي للاسئله، وباذن الله هتقدر ان انت تفهمها. الدرس ده بيتكلم على اول نقطه وهي خصائص الماء. يعني ايه كلمه خصائص الماء دي؟ يعني الماء ليه خصائص؟ يعني ايه كلمه خصائص اصلا؟ بص الصوره دي عشان تفهم. العريس، ايه موضوع العريس ده يا عم؟ العريس ده لو انت دلوقتي واحد عريس اتقدم لبنت مثلا، ايه الوضع بيكون؟ تبتدي انها تسالك عن مواصفات العريس ده، مواصفاته الجسديه مثلا، مواصفاته الماديه، مواصفاته العلميه، وهكذا. كذلك الماء ليه مواصفات، لكن احنا بنسميها بقى اللفظ العلمي خصائص. بنشوف ايه هي خصائص الماء الفيزيائيه. يعني مثلا مثلا يتواجد في صوره ثلاث حالات: الحاله الصلبه والحاله السائله والحاله الغازيه. برافو عليك. بنشوف مثلا خصائص الماء الكيميائيه، مثلا انه بيدوب في الاملاح. بنشوف خصائص الماء بيولوجيه يعني احياء. يعني خصائص الماء البيولوجيه مثلا انه ضروري من اجل بقاء الكائنات الحيه. حلو. فده احنا دايما هنفتكر درس الخصائص بتاع الماء ده بالعريس اللي ليه مواصفات. الماء هو العريس بتاعنا اللي ليه خصائص. اما دوره الماء في الطبيعه فنفتكرها بصوره كاريوكي. كاريوكي ليه اغنيه بتقول ايه: هفضل الف الف الف. اهو الميه بتبتدي انها تلف 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 على سطح كوكب الارض. تبتدي انها تلف من ما هي موجوده مثلا في البحر المتوسط، مطرح ما بتروح اسكندريه مثلا، تبتدي انها تتبخر وتطلع في السماء على هيئه سحاب، ويبتدي السحاب انه يتحرك ويتنقل مثلا على قمه جبل، ويبتدي بعد كده يمطر. طب ما كده الميه اتنقلت من البحر للجبل. الميه على كوكب الارض عماله بتلف في دايره مغلقه من البحر، تروح مثلا للنهر في امريكا، من النهر في امريكا تتبخر تروح مثلا مش عارف فين على مصر. الميه عماله بتلف عندنا. ففعلا كاريوكي هو افضل وصف لدوره الماء في الطبيعه. اما بعد كده عندنا وهو التركيب الكيميائي للماء. تركيب كيميائي للماء. إيه الموضوع ده بقى؟ التركيب الكيميائي للماء ما هو اللي عباره عن هندرس كيمياء الميه. لو كبرنا على الميه بالكترون اسمه الكترون ميكروسكوب، بيكبر جدا جدا جدا، هنشوف ان الميه معموله من عنصرين: عنصر اسمه الاكسجين وعنصر اسمه الهيدروجين. حلو الكلام. حلو الكلام. بالاضافه اللي احنا طبعا هناخد خصائص الماء الكيميائيه، ثلاث خصائص، وهم خاصيه القطبيه، خاصيه التميؤ، خاصيه الحامضيه والقاعديه. اللي انا عملته ده كله اسمه ايه؟ اسمه فرشه، عشان افهمك احنا داخلين على ايه، عشان الدرس ده تسمعه دلوقتي. خلاص بقى اركن بقى كل الكلام ده وامشي من هنا، وما تذاكرش يا عم ورايا زي ما بتراجعش ورايا. لا، انا مش عايزك تذاكرش ورايا. الاسئله دي تبقى كافيه فوق الممتاز ان شاء الله. اول سؤال عندنا سؤال فوق من كتاب الامتحان بيقول لك ايه: عند اضافه قطرات من محلول هيدروكسيد، عند اضافه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH الى محلول من حمض الهيدروكلوريك HCl، كانت البي اتش بتاعه ال HCl 3. طبعا انت مش عارف يعني ايه هيدروكسيد صوديوم، مش عارف يعني ايه كلمه حمض اصلا، وبعدين ايه بي اتش اللي طلعوا فيها دي؟ ماشي.
فان قيمه بي اتش للمحلول الناتج كام؟ يعني مثلا انا كنت فاهم قبل السؤال عشان اعرف اقول لك البي اتش. طيب بص يا عم، تعالى واحده واحده مع بعض كده، شوف الدنيا بتقول ايه عندنا. ثواني. تمام. بص بقى الدنيا بتقول ايه. هو هنا قال لنا كام كلمه انت مش فاهمهم. انت مش فاهم يعني ايه كلمه حمض اللي هو قالها دي، صح؟ تمام. ويمكن كمان مش عارف ايه هو هيدروكسيد الصوديوم اللي هو قاله ده، اهو كلمه هيدروكسيد الصوديوم. تمام. إيه هيدروكسيد الصوديوم ده؟ حاجه اسمها قاعده. وحمض الهيدروكلوريك اللي هو بيقول عليه ده هيدروكلوريك، ده حمض. انت مش عارف يعني ايه حمض ولا عارف يعني ايه قاعده، صح؟ طب ما تيجي كده ان احنا نحاول نشرحهم بطريقه سلسه بحيث نفهم الموضوع ده بيقول ايه. بص يا عمنا، نقدر نقول ان المركبات عندنا في منها 3 انواع في الكيمياء، لو احنا حبينا ان احنا ايه نصنفهم كده. هنقول ان احنا عندنا 3 انواع. اول حاجه هي الحمض، تاني حاجه هي القاعده. دول اهم حاجتين، وفي حاجه اللي هي المتعادله هنفهمها دلوقتي. ايه هو الحمض؟ الحمض ده ما هو الا حاجه جواها اتش، حاجه تحتوي على الاتش. اتش عنصر الهيدروجين يعني، برافو عليك. بص كده، اتش. لو قلت لك مثلا اتش سي ال، يعني ايه اتش سي ال؟ ده عنصرين، عنصر الهيدروجين متجوز عنصر الكلورين، صح كده؟ تمام. اهو الاتش سي ال دول، المركب ده اسمه حمض. ليه سميته حمض يا دكتور؟ علشان يحتوي على الهيدروجين. بس انا برضو مش فاهم هم بتوع الكيمياء الاحماض دي عندهم عامله ازاي؟ يعني مش متخيله قوي في دماغي. عايز تتخيلها؟ عارف الليمونه؟ لو انت دلوقتي شربت عصير ليمون، مش بتحسه كده؟ عارف انت بيسموه ايه، في لذعه كده او في حموضه؟ اهو ده الحمض. عارف لما انت يكون عندك مثلا عارف انت ارتجاع كده في حمض المعده، فتحس في حرقان في زورك، حتى بتجيب مضاد الحموضه. عارف الحموضه؟ اهو ده الحمض. الحمض هو الحاجه اللي بتخليك تحس بالحموضه جوه جسمك، هو الحاجه اللي موجوده في الليمون فبتكسبه الحموضه بتاعته. حلو الكلام. هو لازم اتش سي ال؟ لا، ممكن اي حاجه تانية. يعني مثلا عندك اتش 2 اس او 4 مثلا، ده حمض برضه اسمه حمض الكبريتيك. الحمض اللي فوق اسمه حمض الهيدروكلوريك. حلو كده، انا لحد دلوقتي فاهم ايه هو الحمض، اسمه خاصيه الحامضيه. ممكن اديك معلومه تانية على فكره عن الحمض كده سريعا. الحاجه اللي هديها لك عن الحمض سريعا كده تكمله. الحمض فكرته انه لما بيتحط في الميه، اللي هو الاتش سي ال مثلا كمثال، ده حمض. لو اتحط في الميه بيحصل في حاجه، ما بيمسكش نفسه. ايه ما بيمسكش نفسه دي؟ عارف لما يكون عيل فوفي لو حد خبطه هيتكسر؟ او الحمض كذلك. لو انا حطيته في كوبايه ميه، اللي قدامك دي كوبايه ميه، عارف ايه اللي هيحصل في الحمض؟ هيبتدي ان هو يتكسر لاتش بتكون موجبه، اي حاجه على شمال المركب موجبه، ويتقسم لسي ال سالبه، اي حاجه على يمين المركب سالبه. ايه ده؟ اتقسم لايونات هيدروجين موجبه وايونات كلورين سالبه. احفظ الكلمه دي بقى. الحمض يحتوي على هيدروجين. الحمض لو اتحط في الميه يزود ايونات الهيدروجين الموجبه. دي اهم معلومه تطلع منها هنا دلوقتي. ايونات الهيدروجين الموجبه. حلو الكلام. ماشي، ايه اللي عندنا عايزين نقوله بعد كده؟ كده انت الحمض بالنسبه لك تمام. تعالى نخش بعد كده بقى على القاعده. ايه هي القاعده؟ القاعده من الاخر هي حاجه بقى على عكس الحمض، حاجه مميزه شويه، تحتوي على او اتش. او اتش يعني او اتش، الاتش يعني هيدروجين، الاو اتش يعني الاي او اتش يعني هيدروكسيد. الاو اتش يعني ايه؟ يعني هيدروكسيد. اي حاجه بقى مع الهيدروكسيد ده، ان اي او اتش مثلا، كي او اتش مثلا. عارف كي او اتش؟ دي قاعده. عارف الان اي او اتش؟ اهي دي برضو قاعده. حلو الكلام. طب القواعد بقى، هل لما تتحط في الميه برضو بيحصل فيها حاجه؟ بيحصل فيها حاجه. تعالى اوريك. اهو القاعده عندنا اللي هي الكي او اتش. لو انا حاولت دلوقتي ان انا احطها في كوبايه ميه، هي اللي يحصل فيها هتتكسر لكي موجبه ولأو اتش سالبه. حلو. يبقى كده ممكن اطلع قاعده ان القاعده زي الكي او اتش مثلا، ايه بتعمل ايه القاعده زي الاو اتش؟ قال لك بتزيد ايونات
الهيدروكسيد السالبه، الله ينور عليك، بتزود فعلا ايونات الهيدروكسيد السالبه. خلينا نرجع كده. كده انت فهمت معايا مين هي الحمض ومين هو القاعده. علشان لو احنا رجعنا كده للسؤال بتاعنا سريعا، بيقول لك محلول من هيدروكسيد الصوديوم. طب ما ده كده ايه؟ قاعده، اللي هي بتزود ايونات الهيدروكسيد، اللي بتزود القاعديه. اضاف الى محلول الحمض الهيدروكلوريك. ايه ده في اتش يا دكتور؟ ايوه في اتش يا ابني. ايه ده حمض. انت حطيت قاعده على الحمض. ايوه. طب بس ايه موضوع البي اتش انها كانت 3 وعاوز يدرس التغيير بقى؟ ده عشان تفهمها بقى. تعالى نرجع نمسح الكلام ده. خلي بالك انت لو انت مش استصعب الجزئيه دي او مش فاهم في اي حاجه، السؤال ده يكفي ان هو يفهمك الجزئيه النظريه بتاعتها كلها. تمام. البي اتش يعني ايه بي اتش؟ العلماء بيبقى عندهم مواد كتيره جدا في الطبيعه. مواد بتكون حامضيه زي ال HCl وال H2SO4، ومواد بتكون قاعديه زي ال NaOH وال KOH. فهم دلوقتي عايزين يعرفوا لو عندهم ماده معينه مثلا، عايزين يعرفوا الماده دي حامضيه ولا قاعديه. ها، ركز معايا تاني. القلم ده وديته لبتوع الكيمياء، قلت لهم شوفوا لي القلم ده يا جماعه، القلم ده حامضي ولا القلم ده قاعدي؟ قالوا لنا طب احنا عندنا جهاز يقدر ان هو يقيس لك الحامضيه والقاعديه اهو. الجهاز ده بنبتدي احنا نوصله، ولنفرض ان احنا هنوصله بالقلم اللي معايا اهو. تمام. فلما وصلته بالقلم، القلم او الجهاز ده طلع لي رقم، طلع لي مثلا ايه 2 يا جماعه. الجهاز ده قال لك ان البي اتش بتساوي 2، بس انا كده مش فاهم يعني ايه بي اتش. قال لك الجهاز ده بيطلع قيمه اسمها البي اتش. انت راجل فاهم في الكيمياء، المفروض لما الجهاز ده يديك قيمه البي اتش تفهم بقى الحاجه اللي قدامك دي حامضيه ولا قاعديه ولا متعادله. تاني، انا جبت جهاز وصلته باي حاجه مجهوله. انت تعرف اصلا ان البي اتش دي مهمه جدا جدا لما انت ان شاء الله تخلص الثانويه وتبتدي تشتغل كدكتور ان شاء الله، تجينا في القصر العيني تنورنا. بيجيبوا مثلا البول، يقيسوا البول، يقيسوا البي اتش بتاعت او يقيسوا يحطوه على جهاز البي اتش ده. لقوا مثلا ان البول ده قاعدي، وهوريك ازاي تفهم قاعدي ولا حامضي. لقوا قاعدي، عارف يعني ايه واحد البي اتش بتاعته او البول بتاعه قاعدي قوي؟ معنى كده ان هيكون حصوات. اكيد تسمع عن الحصوات صح؟ تعرف ان البي اتش كمان مهمه في جسمك، انه او الحامضيه والقاعديه مهمه في جسمك. ان لو حامضيه المعده زادت، المعده بقت حامضيه قوي، بقت عامله زي ميه النار. خلي بالك ميه النار ده حمض. تبتدي ان يجي لك قرح معده. تمام. تعرف ان البي اتش او الحمض لو زاد جوه دمك تدخل في غيبوبه زي غيبوبه كبديه. يبقى الحامضيه والقاعديه حاجه مهمه في حياتنا. انا كدكتور لما يجي لي حمض او ماده زي البول او زي الدم، لازم اعرف حامض ولا قاعد. طب بقى انت رغيت كتير قوي بقى، قول لنا بقى ازاي هنعرف من البي اتش ده حمض ولا قاعده. بص، هم عندهم زي تايمر كده مكتوب فيه انه من 0 ولحد رقم 7. لو طلع لك في الجهاز من 0 لحد رقم 7 يبقى كده انت حمض. ولو طلع لي من 7 لحد رقم 14 يبقى انا كده قاعده. يا ده رقم 14 في النص وتحسه مميز كده، يا ما شاء الله عليك، لا نبيه يا ابني فعلا. انت تعرف ان السبعه ده كده لو انا طلع لي على الجهاز 7 معنى كده ان ده متعادل. انا كده انا متعادل. حلو الكلام. يبقى انا دلوقتي الجهاز ده بوصله باي حاجه. لو طلع لي على الجهاز قيمه من 0 ل 7 حمض، من 7 ل 14 قاعده، 7 بس يبقى طبعا متعادل. حلو قوي الكلام ده. ايه تاني عايز تقوله معانا؟ لو انا جبت لك مثلا كوبايه عصير، مثلا عصير ليمون. حلو. وقلت لك قيس لي البي اتش بتاعتها، متوقع ان عصير الليمون يبقى حمض ولا قاعده؟ متوقع انه يبقى حمض. يبقى البي اتش بتاعته من 0 ل 7. برافو عليك. هتلاقيها غالبا 2. حلو. ولو قست خلاص انت دكتور وقد الدنيا. ولو قست البي اتش بتاع الدم 1 طلعت مثلا عاليه قوي او الحمض عالي، لا يبقى ساعتها ممكن يخش في غيبوبه. تيجي بقى اقول لك حاجه مهمه قوي نخش عليها كده. بص يا معلم، لو انا مسحت لك الكلام ده دلوقتي وقلت لك في حاجه بقى انت المفروض كنت تسالها لي، هو من 0 ل 7 حمض، بس هل في فرق بين ان انا اكون 0 وان الماده دي تكون 1 وانها تكون 2 او حتى تكون 7 او معلش مش 7 6؟ ما ده حمض وده حمض وده حمض وده حمض. هل في فروقات ما بينهم؟ عارف ايه الفروقات ما بينهم؟ كل ما الرقم يكون قليل كل ما الحامضيه تكون عاليه قوي. تاني، كل ما الرقم يكون قليل كل ما الحاجه دي تكون حامض. بس المفروض العكس يا دكتور، المفروض الرقم الكبير يدينا حامضيه عاليه. العكس. تاني تاني، يعني رقم 1 الحامضيه بتاعته اكتر ولا رقم 6؟ خلي بالك الحته دي مش هتفهمها بره خالص، يعني الناس مغلطين الدنيا جدا فيه. ركز فيها عشان تقفل الامتحان تقدر 15 درجه. رقم 1 حمض. ده حمض وحمض قوي جدا جدا جدا.
طب والستة؟ لا 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 لا، الستة اي كلام اي كلام. يبقى رقم واحد اكبر ولا الستة؟ واحد. تاني، واحد ولا ستة؟ واحد. اتنين ولا اربعة؟ اتنين. تلاتة ولا اربعة؟ تلاتة، حامضية اكتر. طيب تيجي بقى احاول الخبطك عشان اتاكد فهمت ولا لا. بص معايا، لو مسحنا الكلام ده كده، هو مش انا قلت لك ان الحمض بيزود ايونات الهيدروجين؟ ايوه قلت لي كده فعلا. طيب لو انا جيت قلت لك الحمض البي اتش بتاعته واحد، ثواني بس امسح، ايوه عشان ما تتمسحش ليه. حمض يا جماعه البي اتش بتاعته بتساوي ايه؟ واحد. وحمض تاني البي اتش بتاعته بتساوي خمسة. انت بقيت شاطر معايا وعارف ان البي اتش الواحد هي حمض اقوى، او حمض اقوى، وعارف ان البي اتش 5 هي حمض اضعف. طيب لو انا قلت لك تركيز ايون الهيدروجين في مين اكتر؟ ايه علاقه ايون الهيدروجين؟ ايون الهيدروجين ليه علاقه جدا بالحامضيه، خلاص، وايون الهيدروكسيل زي ما انت قلت لك ليه علاقه بالقاعديه. بالتالي ايون الهيدروجين هنا عالي جدا، كل ما يبقى عالي كل ما الحامضيه اعلى، وايون الهيدروجين هنا هيبقى قليل جدا. حلو الكلام كده، حلو الكلام. علشان ابقى خلصت معاك، اتمنى ان انت تكون الكلام اللي انا بكتبه ده مثلا بتاخد سكرين شوت ليه، علشان هينفعك جدا انه يبقى معاك. اخر حاجه عشان نبقى كده خلصنا السؤال ده ونخش بقى نحله بقى، تبقى بص ملك زمانك وانت بتحل كده. بص يا معلم، لو انا جيت قلت لك عندي قاعده البي اتش بتاعتها بتساوي مثلا 15 ايه اللي انا عملته ده، لا قاعده البي اتش بتاعتها بتساوي 8. ما انت عرفت ان طبعا دي قاعده لان بي اتش اعلى من السبعه، وقاعده تانية البي اتش بتاعتها بتساوي 9. مين القاعده الاقوى؟ الثمانيه ولا التسعه؟ تاني، مين القاعده الاقوى، الثمانيه ولا ها انا عرفت اقول، طب قول كده، هتقول لي الثمانيه عشان هي علاقه ماشيه بالعكس. لا، هنا بقى في القواعد العلاقه ماشيه بالظبط، يعني البي اتش التسعه هي قاعده اقوى، والبي اتش 8 قاعده اضعف. بص عشان ما تتلخبطش، لقيت ان هو مديك 2 بي اتش الاثنين حمض، يبقى تختار الرقم الاصغر وتقول ده حمض اقوى. مديك رقمين كبار اعلى من السبعه الاثنين قواعد، يبقى تختار الرقم الاعلى وتقول ده القاعده الاقوى. واكيد القاعده الاقوى الاو اتش فيها اعلى. برافو عليك. عارف انا طولت ليه قوي قوي في الحته دي كده؟ لان الحته دي هي اهم حته في الدرس، اللي لو خلصتها تبقى خلصت الدرس كله، الباقي كله كلام يبقى سهل. دي اصعب حته، واعتقد ان انت ممكن تكون دلوقتي كده فهمتها مظبوط. هتحل بقى السؤال ده واللي بعده واسئله كتيره، فيعتبر انا خلصت معظم اللي عاوز اقوله لك في الفيديو ده. فيعني انت خلصت كل حاجه معظمها واهم الحاجات في 20 دقيقه. العلوم مش صعبه، العلوم سهله. انا عاوزك بس ان انت تبقى قوي، تتوترش، تذاكر. الدنيا كانت ملخبطه معاك من اول السنه، تبدا صفحه جديده من اول دلوقتي. ما تخافش، الامتحان باذن الله هيجي سهل. ابعد انت بس عن التيك توك، بلا كساحه، بلا فريده، بلا الناس دي كلها، بلا شيكا. ركز في مذاكرتك الاربع خمس ايام دول، وبعد كده يا عم عيش حياتك بقى. تمام، تعالى بقى نرجع ونحل السؤال. ادي السؤال اهو. انا قلت لك ان دلوقتي ان احنا لو انا بقى، انا بحب جدا ان انا ارسم، فاحنا كان عندنا كوبايه بيقول لك فيها اتش سي ال، وكانت البي اتش بتاعت الاتش سي ال ده يا جماعه بتساوي كام؟ بتساوي 3. حطيت على الحمض قاعده من فوق اسمها ان اي او اتش. ياه، حطيت قاعده على الحمض ده، الحمض ده كانت البي اتش بتاعته 3. تخيل انا حطيت قاعده على الحمض ده من فوق، ايه اللي يحصل في البي اتش؟ هل البي اتش تقل مثلا فتبقى رقم 2 او رقم 1؟ اكيد البي اتش مش هتفضل زي ما هي، اكيد مش 3 خالص لان انا حطيت قاعده من فوق. تفتكر البي اتش تقل ولا تزيد؟ انا مديك اختيارين. ثانيه كده، هي القواعد كانت البي اتش بتاعتها عاليه ولا قليله؟ كانت عاليه، كانت 8 و9 و10. فانا لو حطيت قاعده على الحمض تفتكر البي اتش يحصل فيها ايه؟ تزيد 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 تزيد، صح ولا لا؟ يبقى انا لو حطيت قاعده على الحمض البي اتش تزيد، يبقى انا هختار رقم 4. فهمت؟ طب تيجي لو عكستها لك عشان ابقى طمنتك وقلت لك ان انت بقيت بروفيسير هتخش تحل في الامتحان زي الفل. لو جيت قلت لك انا كان عندي قاعده اسمها ان اي او اتش، وقف وفكر في السؤال وحله انت. وحطيت والبي اتش بتاعت القاعده دي طبعا انت عارف قاعده يعني مثلا 9، وحطيت عليها من فوق اتش سي ال حمض. تفتكر البي اتش تبقى 9 زي ما هي، ولا تبقى 10، ولا تبقى 8؟ فكر، وقف. اتمنى ان انت تكون جاوبتها صح. انا حطيت حمض على القاعده اللي كانت البي اتش بتاعتها ب9، حمض اللي ليه بي اتش قليله، يبقى لما احطه من فوق يعمل ايه في البي اتش؟ هوب هوب هوب، يقللها، صح؟ يبقى بالتالي هختار رقم 8
اتمنى انه السؤال يبقى بالنسبه لك سهل ان شاء الله. تمام. السؤال اللي بعد كده على طول، ايه هي النسبه بين عدد الروابط الهيدروجينيه التي يستطيع جزيء ماء واحد تكوينها الى عدد الروابط التساهميه في جزيء الماء الواحد؟ هو الموضوع كده باين ان في كلام على جزيئات الماء والروابط اللي بتكونها سواء من هيدروجينيه وتساهميه. هديك كده ريفيجن سريع ايه هي الروابط. بص يا معلم، لو انا عندي كوبايه ميه بالشكل ده، فدي كده جزيئات الميه. ايه ده؟ الميه على شكل كور بالمنظر ده؟ على شكل كور. دي جزيئات الميه اللي انا راسمها لك. عارف لو انا كبرت عليها هيبقى شكلها عامل ازاي؟ كده ادي كده دي الاكسجينه، ادي هيدروجين، وادي هيدروجين، وادي دي اكسجينه اهي، وهنا هيدروجين، وهنا هيدروجين. وعشان ما اطولش عليك اهو بالمنظر ده. تمام 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 تمام. هو ايه اللي انا رسمه دي؟ ايه الحاجات اللي ليها دراعين دي؟ قال لك ده تركيب الميه. الميه مكونه من ذره اكسجين ماسكه بذرتين هيدروجين برابطه او بدراع. عارف الرابطه دي اسمها ايه؟ دي اسمها الرابطه التساهميه. رابطه تساهميه. عارف اسمها تساهميه ليه؟ لان بيحصل فيها مساهمه بالالكترونات. بيحصل بقى ايه تاني؟ مساهمه بالالكترونات. تعالى كده اوريك المساهمه دي بتحصل ازاي. هنا مثلا الاثنين دول كل واحد يعني الهيدروجين بيشارك بالكترون والاكسجين بيشارك بالكترون. مش فاكر يعني ايه الكترونات من زمان، حاول تمشيها كده، بيشاركوا بالالكترونات وخلاص. فطيب تقدر تقول لي كده جزيء الميه فيه كام رابطه تساهميه؟ لو فكرت كده في 2. يبقى في 2 تساهميه. حلو. هو اتكلم على عدد الروابط التساهميه، فانت كده عرفتها. طب عدد الروابط الهيدروجينيه، بس تعالى قبل ما اقول لك اديك كده صوره تحفظك شكل جزيء الميه. مش عارف مين ده؟ اتمنى ان انت تكون تعرفه. ماكس ستيل. ده كان المحبب الى قلبي. المهم بقى سرش عليه. ماكس ستيل ده اللي بيفكرني بصراحه بجزيء الميه قوي. تحس ان في القلب بتاعه ده هو الاكسجين، وتحس ان الدراعات بتوعه هم الهيدروجين، والدراعات دي هي مين بقى؟ هي الايدين بتوعه دول هم مين؟ هم الروابط التساهميه. حلو الكلام قوي. تعال نرجع ليه السؤال بتاعنا. بيقول لك طب عدد الروابط الهيدروجينيه اللي بتكونها الميه كام؟ جزيء الميه الواحد يقدر يكون روابط هيدروجينيه، بس انت كطالب غلبان مش عارف يعني ايه روابط هيدروجينيه اصلا. الروابط الهيدروجينيه هي روابط بتكونها جزيئات الميه مع بعض، بتلاقي نفسها ضعيفه مش قادره تحمي نفسها، فتكون روابط بينها وبين بعضها. دايما بيقول لك في الاتحاد قوه، فعملوا روابط مع بعض بالشكل ده. بص الاكسجين خلي بالك ليه دراعين يقدر يكون بين الرابطه الهيدروجينيه دي. ركز الحته دي احفظها حلو قوي. الهيدروجين عنده دراع واحد يقدر يكون رابطه واحده بس هيدروجينيه. بص كده هيدروجين رابطه واحده اخره. الاكسجين بيكون 2 عادي. تفتكر من الشكل اللي انا راسمه لك ده وهنربطهم ببعض نعملهم ازاي؟ ادي دي كده رابطه الاكسجين بالهيدروجين، وادي دي كده رابطه. حلو. وادي دي كده رابطه، وادي دي كده رابطه. تاني الاكسجين اخره يكون رابطتين والهيدروجين اخره يكون رابطه. يعني ده سببه التركيب الالكتروني. في الدرس النظري كنا داخلين فيه بالتفاصيل، مفيش وقت دلوقتي، داخلين على امتحان. حلو الكلام. بقى جزيء الماء الواحد اللي في النص ده عامل 4 روابط مع اللي حواليه. ايوه، بس ليه عملوا كده يا دكتور؟ بس عشان انا يعني انا طالب بحب افهم كل حاجه، مع انك جاي في الوقت الغلط، بس هفهمك. علشان يبقى فيه قوه زي ما قلت لك، وعلشان درجه الغليان ما تبقاش عاليه، فالبحر اللي احنا بنشوفه طول النهار ده ما يتبخرش بسهوله. حلو الكلام. تعال بقى نحل السؤال بتاعنا. بيقول لك النسبة بين عدد الروابط الهيدروجينية التي يستطيع جزيء ماء واحد تكوينها. لا ثانية، أنا عارف الحتة دي بيكون 4. إلى عدد الروابط التساهمية في جزيء الماء الواحد. لا أنا عارف برضو المعلومة دي 2. طيب طبعا أنت عارف، أنا عارف إن معلوماتك في الرياضة قوية، ولو إحنا حبينا نختصر النسبة دي فهتبقى 4 على الاتنين تساوي كام؟ تساوي 2:1. شفت الأسئلة ابتدت إنها يبقى الموضوع أفضل إزاي؟ في اسئله لسه هنشوفها ممكن تبقى اصعب شويه، بس انا واثق انه باذن الله تنساش طبعا ماكس ستيل. واثق ان الدنيا هتبقى افضل. سؤال مقالي، انا مش عايزك تخسر الاسئله المقاليه خالص. السؤال بدرجتين وعندك سؤالين، يعني ب4 درجات. فاهم؟ وتخيل مثلا لو جالك سؤال زي ده في 3 نقط اصلا لوحده. فعشان كده حطيت لك الاسئله المقاليه والحاجات اللي ممكن ما تبقاش سهله كمان. هنا بيكلمني عن حاجه اسمها دوره الماء. طيب لو انت مثلا مش فاكر دوره الماء، انا ممكن اقدر افيدك في حاجه زي كده بسرعه. انا في حاجه بتميزني ان انا اقدر الم لك الدنيا والحاجات الكتير قوي 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 بسرعه ان شاء الله. يعني ربنا يقويني واقدر اعمل لك حاجه زي كده.
دوره الميه بتبتدي بان احنا بيكون عندنا بحر، البحر ده بيبتدي ان هو يحصل فيه ايه، يتبخر بالشكل ده فيكون السحب. السحب دي تبتدي انها تمشي 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 تمشي، تتقل الميه اللي فيها فتمطر، فيحصل مطره مطره مطره، تمطر مثلا فتقوم عامله نهر نيل او النيل مثلا، فالنيل ده يقوم يراجع تاني يصب في البحر. ايه ده؟ يعني انت بتقول ان الميه كانت موجوده هنا، اتبخرت طلعت في السحابه؟ بالظبط. السحابه مشيت كده قامت مطرت فقامت نزلت 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 عملت بحر. ايوه بص البحر اهو، او مش بحر معلش، نهر النيل مثلا. وابتدى النهر ده ان هو بص اهو باللون الازرق ابتدى ان هو يصب في البحر تاني. ايوه، ده اكن الميه زي اغنيه كاريوكي فضلت تلف 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 لحد ما رجعت مكانها تاني. بالظبط كده. وتعتبر دوره مغلقه، تعتبر دوره مغلقه فعلا، برافو عليك. حلو الكلام كده قوي. في دوره الميه اللي انت عاوز تتكلم عليها، ايوه. دوره الميه بتبتدي تحصل فيها عمليات، خلي بالك. اول عمليه بتحصل في دوره الميه عمليه ان الميه اللي في البحر تتبخر وتبقى بخار ميه وسحب. العمليه دي اسمها عمليه التبخر يا جماعه، ركزوا بقى معايا عشان ده ايه محور السؤال. عمليه التبخر. في عمليه تانية حصلت فوق على فكره في السماء، ان بخار الميه، بص انا برسمه على جنب، ده بخار الميه ابتدى ان هو يتحد مع بعض ويعمل سحابه. السحابه اهي. طب كمية فكرة إن بخار المية يعمل سحابة، دي عملية اسمها إيه؟ اسمها عملية التكثف. عارف السؤال بيروح هناك بيسألك إيه؟ بيقول لك التبخر والتكثف عملية فيزيائية ولا كيميائية؟ الحتة دي مهمة قوي وبيلعب عليها في ثانوية عامة، أنت مش متخيل إزاي بالعبيط. إيه فكرة أفرق إزاي حاجة فيزيائية ولا كيميائية ولا بيولوجية؟ بص أكيد مش بيولوجية، ده بخار مية مش كائن حي. فيزيائية ولا كيميائية؟ بص، هي بخار المية لما تحول لسحابة في عمليه التكثف في حاجه كده او حصل تغير كيميائي. يعني بدل ما دي كانت ميه اتفاعلت مع حاجه، حصل تفاعل كيميائي، الميه اتفاعلت مثلا مع غاز ثاني اكسيد الكربون فادتنا حمض مثلا. لا، طالما ما حصلش تفاعل كيميائي او تغير في التركيب الكيميائي يبقى دي عمليه فيزيائيه. يبقى دي كده اللي قدام دي عمليه فيزيائيه، دي اتغيرت حالات الماده. طب تيجي كده في التبخر، الميه بدل ما هي في الصوره السائله بقت في صوره بخار. ايه ده؟ اتغيرت الحاله وما اتغيرش التركيب. عمليه فيزيائيه ولا كيميائيه؟ ها فيزيائيه، برافو عليك. تيجي اقول لك العمليه اللي بعد كده. بص معايا. في عمليات تانية عندنا على فكره. بص شايف انت ممكن تكون يعني عينك جت بسرعه على الشجره وهي بتطلع بخار ميه فوق تعمل سحابه. دي الشجره بتساعد في دوره الميه هي كمان وتعمل لنا بخار ميه. برافو عليك. العمليه ان الشجر يطلع بخار ميه عمليه اسمها النتح. اسمها الايه؟ بص اهو النتح. احفظ بقى الكلمه دي عشان لو جات لك في الامتحان. النتح. عمليه ان الانسان بيتنفس، انا وانا بتنفس طالع من بقي بخار ميه بس انت مش واخد بالك، وبخار الميه ده بيساهم في دوره الميه برضه. يبقى عمليه التنفس بتساعد برضه في دوره الميه. حلو قوي الكلام ده، حلو جدا جدا. النتح والتنفس مع عمليات دوره الميه اللي هي الدوره الهيدرولوجيه اسمها التانية. دي عمليات بيولوجيه ولا كيميائيه؟ بيولوجيه، يعني حيويه، ليها علاقه بالكائنات الحيه. حلو. انت تبقى مصحصح معايا كده. فصلت افصل بسرعه كده في كوبايه حاجه وتعالى تاني. عايز الفت نظرك لحاجه. شايف بخار الميه لما بيطلع من البحر؟ اهو بخار ميه طالع، بخار ميه طالع. بخار الميه ده هيعمل فوق ايه؟ سحابه. السحابه دي جواها ايه؟ ميه. انت بتقول حاجات بديهيه. الميه رمزها H2O، لسه كنا راسمينها ماكس ستيل. تمام. خلي بالك انه في بعض الاماكن اللي بيكون فيها مصانع واللي احنا عايشين فيها بيبتدي يحصل ايه؟ بيبتدي يطلع عندنا غاز زي غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز زي ثاني اكسيد الكبريت، يا غازات التلوث السيئه. بتطلع فوق في السحابه تتفاعل مع الميه. طب ولما تتفاعل مع الميه بتكون ايه؟ بتكون احماض. يا راجل ما تهزرش. يعني ثاني اكسيد الكربون لما بيطلع فوق في السحابه ممكن يكون حمض ويمطر حمض؟ يا نهار ابيض، انت ما سمعتش يا ابني عن الامطار الحامضيه؟ سرش كده اكتب الامطار الحامضيه مصطفى محمود، هتلاقي فيديو مثلا كده مصطفى محمود روعه الروعه. وسلام باغنيه التتر بتاعته كده، مزاج. فهي دي الامطار الحامضيه، بتبتدي انها تمطر تمطر تدوب الصخور. انا بقول لك حمض، عارف يعني ايه حمض؟ ميه نار. العمليه اللي انا قلت لك عليها دي عمليه قلت لك بسرعه، دي بتحصل جوه دوره الميه. حلو. العمليه اللي بتحصل جوه دوره الميه دي بكل بساطه وبكل اريحيه تعتبر عمليه كيميائيه ولا فيزيائيه؟ انا شايف تفاعل كيميائي حصل يا دكتور، ثاني اكسيد الكربون اتفاعل مع الميه وكون حمض. ده تفاعل كيميائي. يبقى دي كده تعتبر عمليه كيميائيه. عارف انا ليه جبت لك سيره العمليات كيميائيه ولا فيزيائيه؟ لان هو ده محور السؤال. تتضمن الدوره الهيدرولوجيه للماء عمليات تظهر
تكاملا بين العلوم الطبيعية المختلفة. في ضوء ذلك صنف العمليات التالية إلى عمليات كيميائية، فيزيائية، وبيولوجية. عرفنا إن هي أحياء. تبخر الماء وتكاثف بخار الماء، فيزيائية. اتحاد المواد الموجودة في الهواء مع بخار الماء في السحب، كيميائية. التنفس والنفح، بيولوجية. حلو أوي الكلام. تعالى نخش على اللي بعدها. أعتقد إنه الدنيا إلى حد ما ابتدت توضح معاك، وابتدت ان انت تفهم محور الحلقه ماشي ازاي. ان انا من خلال سؤال او من خلال 2 او حتى لو حلينا 40 سؤال، الدرس بالنسبه لك بيتشرح من تاني. حتى لو انت ما تعرفش عنه حاجه، انت ضمنت الدرس اتشرح لك بسرعه عشان وقت الامتحان الجاي. حليت اصعب الاسئله اللي موجوده في كل الكتب اللي ممكن تشوفها، التفوق، الامتحان الوافي، وشلت كل الاسئله التافهه. صح كده؟ ده اللي انت ملاحظه. واخيرا وليس اخرا، ان انت كمان بتتدرب على الاسئله المقاليه. زي ما قلت لك، اتفرج بس على الفيديوهات دي، الثلاث 4 فيديوهات اللي هينزلوا قبل الامتحان، ومش محتاج تذاكر حاجه، بس اسمعهم بتركيز واكتب ورايا. تمام يا جميل. روح بعد كده بقى شوف حياتك بقى، انزل جيم بقى ولا اعمل حاجه. شوف لك. عند تخفيف حمض الهيدروكلوريك المركز HCl تزداد قيمه الرقم الهيدروجيني نتيجه. فاكر لما قلت لك ان احنا الحته اللي احنا قعدنا فيها وقت بتاع تلت ساعه في اول حصه هتحل معانا كتير جدا من الاسئله؟ اهو ده اكبر دليل. حمض الهيدروكلوريك المركز ال HCl. طب انت عارف ان ده حمض، ومتوقع انه ليه قيمه بي اتش معينه. طيب بيقول لك دلوقتي ان احنا عملنا له تخفيف. ايه ده بقى؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا. لا، لو انا جيت قلت لك ان انا معايا كوبايه شاي تقيله، واحد صعيدي عملها لي، بص غشيم وما ادراك، يعني غشيم مش معنى حاجه وحشه، صعيده فوق دماغي من فوق، ولكن يعني بيحب يشرب الشاي ايه؟ تقيل قوي. فعمل لي كوبايه شاي تقيله تقيله بشربها، بقول له يا عم ايه دي مركزه قوي، خففها لي بشويه ميه. فابتدى ان هو يكب ميه سخنه، يكب ميه سخنه، ويخفف لي الكوبايه دي. ايه اللي هو عمله هنا؟ هو ابتدى ان هو يخفف. فالتخفيف يؤدي الى ايه؟ التخفيف اهو يؤدي الى تقليل التركيز. حلو. وبالتالي ان تخفيف حمض الهيدروكلوريك المركز ال HCl هتزداد قيمه الرقم الهيدروجيني. حلو. هو الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش. طيب بيقول لك البي اتش تزيد. طب هي ليه هتزيد؟ انا بس بفهمك السؤال بيقول ايه. هتزيد لان الحمض اللي عندي ده بقى مخفف فبقى ضعيف، وانت عارف ان الحمض الضعيف البي اتش بتاعته عاليه، بتبقى 6 مثلا، مش 1 القوي الجامد ده. تمام. بس بيقول لك ايه السبب اللي ادى الى هذا الموضوع. بص معايا. زي ما قلت لك ال HCl ده عيل صايص، اول ما بينزل الميه بيبقى H بوزيتيف وبيبقى Cl نيجاتيف. حلو الكلام. قمت انا حطيت ميه من فوق فبقى مخفف. فلما تخفف تركيز ال HCl قل، يعني تركيز ايوناته هو كمان قل، تركيز ال Cl قل وتركيز ال H قل. ماشي يا معلم. مين هنا اللي بيتوقف عليه الحامضيه؟ مين هنا اللي توقف عليه ان البي اتش تزيد يعني الحامضيه تقل؟ هل نقص تركيز السي ال اللي ملوش لازمه بالموضوع، ولا نقص تركيز الاتش اللي بتتوقف عليه قوه الحمض؟ زي لما اجي اقول لك ان في رئيس، الرئيس ده بتاع دوله عنده جيش. حلو. وعنده جيش وعنده في نفس الوقت موظفين شغالين في الدوله دي. لو جيت قلت لك النهارده ان موظفين كتيره جدا ماتوا عند الرئيس ده، تفتكر الدوله بتاعته بقت ضعيفه بالشكل اللي انا ممكن اهاجمها؟ لا. لكن لو جيت قلت لك مره واحده الجيش بتاعه دمر، ايه اللي يحصل؟ بقى معرض جدا. يبقى بالتالي الرئيس قوته بتتوقف على عدد الايه؟ عدد الجنود. كذلك الحمض قوته بتتوقف على تركيز ايون الهيدروجين، مش تركيز ايون الكلورين او اي ايون تاني. حلو. وبالتالي البي اتش زادت، يعني الحمض ضعف بسبب انه ايون الهيدروجين قل، وبالتالي نقص تركيز ايونات الهيدروجين مش نقص تركيز الكلورين. وطبعا طالما خففت ما زادش التركيز، وطالما خففت ما زادش التركيز. احب اقول لك ان في سؤال ثانويه عامه ابن لذينه جه السنه اللي فاتت ثالثه ثانوي 2024، قال لهم قمنا بتخفيف حمض الكبريتيك فقل تركيزه من رقم كذا لرقم كذا، فاحسب مش عارف ايه. كان سؤال برضه عن التخفيف وما كانوش متوقعين يعني. فده بدايه تمهيديه حلوه قوي ليكوا يعني. يلا السؤال اللي بعده. لديك محلول لملح مجهول قيمه الرقم الهيدروجيني له 5.3. فاكر لما قلت لك هجيب جهاز اوصل بيه اي ماده مجهوله تحسب لي البي اتش؟ الماده المجهوله هنا حامضيه ولا قاعديه؟
حامضيه. حامضيه طبعا. حلو. البي اتش بتاعتها 5.3. الله بقى السؤال ده يا لهوي، من احلى الحتت ومن اهم الحتت اللي هينفخوا فيها اسئله. ده جايب لك 4 املاح. لازما ان انت كطالب في اولى ثانوي تعرف لو انا اديتك ملح هو حامضي ولا قاعدي ولا متعادل. هو بيقول لك هنا طلع لي الملح اللي البي اتش بتاعته 5.3، يعني طلع لي الملح الحامضي. يا ترى بقى كلوريد صوديوم ولا كلوريد امونيوم ولا بيكربونات صوديوم ولا هيدروكسيد صوديوم؟ بص، السؤال ده بالذات اللي هو المثال اللي هو اداهولك هنا سهل تحله من غير ما يكون عندك طريقه الحل اللي انا هقولها لك. طريقه الحل اللي هديها لك هتخليك تحل اي سؤال. السؤال ده هو جاب لك في الاختيارات مثال كان مذكور عندك في الكتاب اللي هو كلوريد الامونيوم، هو ملح حامضي عشان هو مكتوب في الكتاب. حلو تمام. ولكن ممكن يديك ملح تاني في الاختيارات، ممكن يقول لك مثلا كلوريد مغنيسيوم. ممكن، مش عيب. وانت مطالب كطالب في المرحله بتاعتك تعرف كلوريد المغنيسيوم حامضي ولا قاعدي. تمام. كلوريد المغنيسيوم ساعتها هيكون الاختيار المناسب لان هو حامضي مش كلوريد الامونيوم. طب انت عرفت ازاي؟ انت يعني انت يا دكتور يعني احسن مننا، انت يا دكتور احسن مننا في ايه بالظبط؟ ايه اللي خلاك تعرف ان هو حامضي؟ هقول لك ايه اللي خلاني اعرف. يعني انا لو انا عندي مثال اللي هو ال NH4Cl، ببتدي ان انا عشان اعرف هو حامضي ولا قاعدي. انت عندك ملح عايز تعرف هو حامضي ولا، اعمل له حاجه اسمها التميؤ. التميؤ يعني بفعله مع ميه يا جماعه، H2O. حلو الكلام. هتفعله مع ميه يا دكتور. تمام. بس قبل ما افعله مع ميه هشرح لك حته مهمه قوي. بص معايا، سيبك من الصوره هرجعها تاني. خلي بالك ان احنا عندنا حاجه اسمها الاحماض القويه وحاجه اسمها القواعد القويه، وطالما في قويه يبقى اكيد في ضعيف. تمام. خلينا في الاحماض القويه. يعني ايه احماض قويه؟ الاحماض القويه هو ال HCl، هو ال H2SO4، هو ال HNO3. ال HNO3 اسمه حمض النيتريك، وده اسمه حمض الكبريتيك، وده اسمه حمض الكلوريد. طب بالنسبة للقواعد القوية، القواعد القوية هي عندك قاعدة اسمها ال NaOH، وعندك قاعدة اسمها ال KOH، وعندك قاعدة الكالسيوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الكالسيوم، وعندك هيدروكسيد الباريوم، وهكذا. اللي انا بقولهم لك دول هم الاحماض القويه. اي حمض غير الثلاثه دول فوفي. يعني الحمض ال HCl حمض قوي، لا قدر الله لو وقع على ايدك تتحرق. حمض ال H2SO4 هو ده ميه النار اللي بيحتفوا على بعض في الخناقات. انت متخيل قوه الاحماض دي ازاي؟ قويه جدا. وال HNO3 برضه. اي حمض غير الاحماض دي يبقى حمض ضعيف. يعني لو جيت قلت لك مثلا حمض اسمه، لا اللون ده انت مش هتشوفه اصلا، حمض اسمه ال H2CO3، ده حمض. عارف حمض ليه؟ عشان فيه اتش. حمض قوي ولا ضعيف؟ لا حمض ضعيف لانه مش واحد من الاقوياء. طب تيجي كده على الناحيه الثانيه القواعد. ماشي، مالها القواعد؟ عندك القاعده ال NaOH وال KOH والكالسيوم والباريوم قواعد قويه. يعني ايه قويه؟ رهيبه ما بتهزرش. لكن لو جيت قلت لك قاعده اسمها MgOH، قاعده قويه ولا ضعيفه؟ لا يا دكتور دي مش من ضمن القواعد القويه، دي ضعيفه. ويا دكتور الحمض ده مش ضمن الاحماض القويه، يبقى ضعيف. مثال تاني، عارف الليمونه؟ لو انت حصرت ليمونه في بقك تتحرق، بقك يتحرق لان الحمض اللي فيها ضعيف. لكن لو قدر الله لو جبت HCl لمسك تتحرق. ده الفرق ما بين الحمض او القاعده القويه والحمض او القاعده الايه الضعاف. نرجع للسؤال وهقول لك اللي انا قلته ده لازمته بيه. الميه لو احنا شفناها هتلاقي انها بتتقسم ل H موجبه وال OH سالبه. ايه ده؟ الميه بتاعتنا اللي احنا بنشربها عباره عن ايونات هيدروجين موجبه وهيدروكسيد سالبه. فيها ايونات هيدروجين وهيدروكسيد بس مش كلها. حلو. وايه تاني عايز تقوله لنا؟ عايز اقول لك برضو ان ال NH4 دلوقتي انا بعمل له تميؤ. ليه؟ احنا اصلا ايه اللي جابنا هنا؟ عايز اعرف الملح ده حامضي ولا قاعدي ولا متعادل، فبعمل له عمليه تميؤ عشان اعرف المعلومه دي. طب انا دلوقتي قسمته. خلي بالك ان اي حاجه على شمال المركب بتبقى موجبه، بس ربنا يجعلنا من اهل يمين. اي حاجه من يمين المركب بتبقى سالبه. لازما لما اجي اعمل اي تميؤ اعمله بالطريقه اللي انت عملتها دي. لازما تعملها كده، تكتب اسم الملح وتكتب الميه. الميه تقول انها مكونه من هيدروجين موجب ومن هيدروكسيد سالب. وال NH4Cl تقول ان ال NH4 على شمال الملح وبالتالي يبقى موجب، والCl على يمين الملح وبالتالي تبقى سالب. طب وبعدين هديك خطوه هتموت وتعملها. تجوز. ايه جوز دي؟ تجوزهم لبعض. ازاي اجوزهم لبعض؟ طيب هتقول ال NH4 ده مش موجب. يبص لمين
ويفكر يخطبها الاو اتش السالبه، لان الموجب بيحب السالب، فيبقى عندك ان اتش 4 او اتش. يبقى ده ناتج التفاعل بعد السهم، هو ناتج النواتج. السي ال سالبه، تبص كده تلاقي في اتش موجبه، سالب بيحب الموجب طول عمرهم، فيدونا اتش سي ال. الله على الكلام ده. يبقى انا اتكون عندي ان اتش 4 وسي ال. هطلب منك سؤال دلوقتي، انا اتكون عندي قاعده لان فيها او اتش، وتكون عندي ايه؟ حمض لان فيها اتش. تفتكر مين اللي يكسب المكسب ده؟ تفتكر الملح ده يبقى حامضي ولا قاعدي ولا متعادل؟ انا عندي دلوقتي قاعده، القاعده دي قويه ولا ضعيفه يا جماعه؟ ان اتش 4 او اتش، لا دي قاعده ضعيفه اهي، ضعيفه، لان مش واحده من الاقويه. ارجع تاني شوف الاقويه في الفيديو، رجع الفيديو شوف، وده حمض قوي. حمض قوي قصاد قاعده ضعيفه. نرجع بقى للصوره اللي انت ايه كان نفسك تشوفها دي. بص اعتقد كده الصوره وضحت. بص بقى يا معلم، الاحمر ده مين؟ الحمض. وانا جيت قلت لك دلوقتي ان الحمض اللي عندي ده حمض قوي، وعندي القاعده عندي كانت ضعيفه. تفتكر من فيلم الاليمنتالز، تمام كده، لما الحمض يبقى قوي والقاعده يبقى ضعيفه ويواجهوا بعض في اس، مين اللي يكسب؟ طبعا الحمض هو اللي هيكسب. الفتاه اللي من الفاير نيشن هي اللي هتكسب. وبالتالي لو احنا رجعنا للسؤال بتاعنا كده على السريع اهو، كلوريد الامونيوم عرفنا هو ليه حامضي، لانه بينتج لي قاعده ضعيفه اللي هو الواد اللي كان الميه ده، وبينتج لي حمض قوي اللي هي البنت، والحمض القوي هو اللي كسب، وبالتالي هو ده الملح الحامضي اللي هو عايزه، اللي البي اتش بتاعته ب 5.3. حلو الكلام. اتمنى ان يكون السؤال كان سهل. بيقول لك هنا درجه غليان المركب H2X اقل من درجه غليان المركب H2Y، فاي مما يلي يعد صحيحا؟ طيب تعال نبص حاجه كده سريعه، نمسح بس الكلام ده. بص معايا، ده مين؟ ده عادل امام فيلم الزهايمر. فان شاء الله لو انت مش زيه ومش ناسي، هتبقى فاكر ان احنا كان معانا في الدرس الاساسي H2S و H2O، دول مركبين هم مختلفين في حاجات ومتشابهين في حاجات. اهم تشابه ما بينهم هو التركيب الكيميائي. الاتنين قريبين قوي من التركيب الكيميائي لبعض، الاتنين شبه بعض جدا. بص ده حتى H2O و H2X قريبين صح؟ بس في اختلافات مهمه. مثلا الاكسجين السالبيه الكهربائيه بتاعته عاليه، والكبريت قليله. عارف ان انت مش عارف ايه السلبيه الكهربائيه؟ السلبيه الكهربائيه هي قدره الذره على جذب الالكترونات الرابطه نحوها. فلما يكون الاكسجين بيجذب الالكترونات ناحيته اكتر، هيبقى سالب، لان الالكترونات سالبه الشحنه فهيبقى سالب، والهيدروجين الناحيه الثانيه يبقى موجب. طيب لما السلبيه الكهربائيه بتاعه الاكسجين تبقى عاليه ويبقى عندي شحنتين يعني قطبين، ساعتها ده بيؤدي الى وجود حاجه اسمها قطبيه الماء تبقى عاليه. كل ده بسبب سلبيه الاكسجين، القطبيه بقت عاليه. الله ينور عليك. لكن هنا القطبيه قليله، اصل سلبيه الكبريت كانت قليله. يبقى القطبيه بتعتمد على السالبيه مش العكس. السالبيه لا تعتمد على القطبيه. حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده. استفدت انا ايه من القطبيه اللي انت عمال تقولها دي؟ بص يا معلم، لو انا كنت قلت لك دلوقتي انه الميه بالمنظر بتاعها ده ككوبايه اهي، كانت قادره تكون روابط تساهميه، وانا وانت عارفين وفاكرين ليه كانت قادره تكون روابط تساهميه؟ بسبب وجود الخاصيه القطبيه. طب وده اكسبها ايه؟ اكسبها انها بقت قويه، بطل، قويه جدا، تقدر تقاوم درجات الغليان العاليه، فبقت ليها درجه غليان عاليه. يعني مثلا انت عارف ان الميه بتغلي عند كام؟ 100 درجه بحالهم. تخيل ال H2S اللي شبهها في التركيب الكيميائي، بس درجه غليتها قليله جدا، لان ما عندهاش قطبيه ولا روابط تساهميه. بص كده، ما عندهاش روابط تساهميه، درجه غليانه قليله. دي بالسالب يا جماعه، سالب 61 درجه سليزيه. انت متخيل معايا؟ متخيل يا مان؟ طيب لو احنا رجعنا السؤال بتاعنا كان بيقول ايه بقى؟ بيقول لك درجه غليان المركب H2S اقل من درجه غليان المركب H2Y، فاي مما يلي يعد صحيحا. بس ثانيه، مركب X اكيد واحد فيهم H2S وواحد H2O. X اقل من Y، يبقى X ده هو مين؟ اكيد ال H2S. وY ده مين؟ اكيد ال H2O. طيب السلبيه الكهربائيه للعنصر X اللي هو ال H2S اقل ولا اكبر من Y اللي هو الميه؟ اقل. يبقى الاجابه لا ج لا د. بس المركب Y بقى اكبر ولا اقل في القطبيه منه؟ المركب Y ده الميه، يبقى اكيد اكبر منه. يبقى الاجابه اللي عندي هي الاجابه د باذن الله تعالى. تمام الكلام. نخش على طيب السؤال اللي بعده. بيقول الشكل المقابل يوضح خليه حيه
ما دور التركيب اكس عند مرور الماء خلاله في الاتجاه المشار اليه بالشكل؟ خليه، ده انا مش فاكر الخليه دي والموضوع وبتاع. وبعدين ايه الخليه اللي شبه قرص البيض دي؟ يعني أنا مش فاهم حاجه. طيب يا عم بص معايا علشان تفهم. لو انا جبت اني قلت ان دي ايد بني ادم بالمنظر ده، ايد البني ادم لو كبرنا عليها بميكروسكوب هتلاقي انها معموله من مجموعه من الخلايا. الخلايا دي عامل زي قوالب الطوب اللي بنياني انا، عشان ما تاخدهاش على نفسك، وبنياك انت برضه. الخلايا دي مهمه جدا، احنا مش هنعرفش نعيش من غيرها. الخليه هتلاقي انها ليها نواه، حلو، وليها بق بتاكل بيه اسمه الميتوكوندريا، حلو. هتلاقي ان الخليه دي عندها من بره سور بيحميها، عامل زي سور الكومباوند او سور الفيلا اللي بيحميها. ودايما بيبقى واقف من بره كده الراجل اللي غالبا بقى اسمه عم محمد او عم ابراهيم، الراجل البسيط الجميل اللي ما بنعرفش نعيش من غيره. وبتلاقيه واقف كده بره على باب الكومباوند، ما بيسمحش بدخول اي حد ولا خروج اي حد. انت داخل سمحتك الرخصه كده وريها لي. فبيدخل حاجات بس مش اي حاجه، وبيخرج حاجات بس مش اي حاجه، عشان كده بنسميه شبه منفذ. حلو. عم ابراهيم ممكن يدخل ايه؟ ممكن يدخل غذاء مثلا، الله عليك يا عم ابراهيم، اكسجين، حاجات مفيده للخليه. لكن مثلا ما يدخلش سموم، ايه القرف ده، حاجات تموت الخليه، لا. ممكن يسمح بخروج مين؟ حاجه اسمها الفضلات بتاعت الخليه. الفضلات، الخليه ليها فضلات زيي، ليها فضلات زيك يا عم، تخيل. حلو يا عم ابراهيم. فكده دلوقتي الفضلات هتخرج والغذاء هيخش بسبب الغشاء اللي هو اللي من بره، السور اللي من بره ده، اللي بقى ما اسموش عم ابراهيم بقى، اسمه الحقيقي هو الغشاء البلازمي. مهم تعرف اسمه. ممكن يجيب لك سؤال مثلا، علل الماء ضروري من اجل بقاء الكائنات الحيه. قال لك لان الميه هي اللي بتحمل الغذاء. فتدخل عم ابراهيم يشوف كده الميه داخله وشايله الغذاء، يلا اتفضلي يا ميه ادخلي. يشوف الميه وهي خارجه واخده كيس الزباله معاها اللي هو الفضلات، يقول لها يا ميه اخرجي. اصل خلي بالك الميه دي، عارف انت والدتك تقول لك وانت خارج خد كيس الزباله معاك، الميه بتشيل الفضلات معاها وهي خارجه، وتدخل الغذاء معاها وهي داخله. يبقى ليه الميه ضروريه؟ انها تقوم بنقل الغذاء من البيئه الى داخل الخليه، والفضلات من الخليه الى خارجها. اتمنى ان تكون الصوره وضحت. فلو قلنا دلوقتي ايه دور التركيب اكس في عمليه او في حركه اتجاه الميه؟ الميه داخله الخليه، ميه داخله يبقى اكيد شايله غذاء. يبقى ايه دور الغشاء البلازمي في الحاله دي؟ مرور المواد الغذائيه خلاله، صح كده؟ انتاج الطاقه، وماله بانتاج الطاقه، ده عمليه قدام بتحصل. مرور الفضلات مش في الشكل اللي قدامنا ده، وحمايه الخليه مش في الشكل اللي قدامنا، ايه الشكل اللي قدامنا ده. حلو الكلام. ايه السؤال اللي عندنا بعد كده؟ السؤال اللي عندنا بعد كده، لا ثواني، اهو. ايه السؤال اللي عندنا بعد كده؟ بيقول ايه الخصائص التاليه تجعل الماء وسطا مناسبا لاتمام العديد من التفاعلات الكيميائيه؟ هل بسبب تعدد حالاته الفيزيائيه؟ بس يعني ايه اصلا وسط لاتمام العديد من التفاعلات الكيميائيه؟ يعني ايه؟ يعني ايه وسط؟ طيب بص معايا. وسط لاتمام التفاعلات الكيميائيه، يعني لو انا راسم لك مثلا الرسمه دي وبقول لك ان دي الميه، وعايز اعمل تفاعل كيميائي زي الصوديوم وهو بيتفاعل مع الكلور، هل الصوديوم والكلور بيتفاعلوا بره في الهواء كده مثلا؟ لا. الصوديوم بيقوم واخد غطس جوه الميه، والكلور بيقوم واخد غطس جوه الميه، ماشي. وايه اللي يحصل؟ يتقابلوا تحت زي فيلم اكوامان كده، يتقابلوا تحت الميه ويتجوزوا بعض ويعملوا لنا مركب اسمه NaCl. يبقى معنى كده ان المواد الكيميائيه مش هتتفاعل في الهواء، مش هتتفاعل في الصخور، محتاجه ميه تعوم فيها وتتفاعل فيها. فيا ترى بقى ليه الميه كان فيها الميزه دي، انها تعتبر وسط مناسب لدرجه انها تشتغل خطبه عندنا؟ انا عايزك تحفظ معايا ان الميه هي الخطبه بتاعتنا اللي جوزت السي ال للصوديوم، او تجوز اي عنصرين لبعض، بص الخاطبه. حلو. ليه بقى الميه كان فيها ميزه انها تبقى خطبه؟ علشان الشكل الاتي. هل بسبب تعدد حالاتها الفيزيائيه؟ إيه الفكره فيها يعني ده؟ هل لا ثانيه، ده سؤال تاني. سوري. ايوه. هل بسبب تعدد حالاتها الفيزيائيه؟ ملهاش علاقه. شفافيتها؟ لا. ارتفاع درجه الغليان؟ ايه علاقتها؟ لكن قدرتها على اذابه مواد اخرى. تخيل الحاجات دي لو ما كانتش بتدوب في الميه وتعوم فيها ما كانتش هتتفاعل. يبقى الميه وسط بسبب قدرتها على اذابه المواد الاخرى. تمام. السؤال اللي بعده اهو. بيقول لك هنا ايه في السؤال ده؟ بيقول لك هنا اي مما يلي ليس من خصائص الماء التي تدعم الحياه. حلو. هل قدرته على اذابه العديد من المركبات الكيميائيه دي حاجه بتدعم الحياه؟ حاجه بتخلي الميه مخلياني عايش لحد دلوقتي؟
لولا ان الميه بتدوب الغذاء كانت تعرف تدخله من خلال البوابه اللي هو الغشاء البلازمي؟ لا، يبقى دي حاجه مهمه. قدرته على التحول من صوره لاخرى. تخيل لو ما كانش الميه بتتحول من صوره لاخرى يا جميل معايا كده، هل كان ساعتها تقدر لو كان مثلا الميه اتجمدت كانت هترجع تاني للصوره السائله بتاعتها؟ تخيل كل الميه اتجمدت، اشرب انا منين؟ تخيل لو كانت اتبخرت على هيئه سحابه، كانت تقدر انها ترجع تاني للصوره السائله فاشربها؟ فساعتها انا وانت ما كناش هنقدر نعيش. يبقى فكره انها بتتحول حاجه مهمه جدا وداعمه قدرتنا على الحياه. طب قدرتها على المرور من خلال الاغشيه البلازميه مهمه؟ مهمه، ما كانش زمانها هتدخل لي الغذاء. لكن وجود روابط تساهميه دي بقى اي كلام الصراحه. يعني ايه يعني لو ما كانش في روابط تساهميه كان إيه اللي يحصل يعني؟ كانت هتبقى رابطه ايونيه ولا اي نوع رابطه ثانيه يعني، مش حوار يعني، صح؟ حلو الكلام. السؤال اللي بعده سؤال بقى لذيذ عشان نفك شويه كده. بيقول لك هنا: ما حالات الماده التي يتواجد عليها الماء في اغلفه كوكب الارض؟ فهتختار طبعا هل يتواجد في الصلبه والسائله بس؟ صلبه وغازيه بس؟ لا، انما بيتواجد في الثلاث صور: صلبه اللي هو التلج، سائله اللي هو الميه اللي بنشربها، وغازيه طبعا اللي هو مين؟ اللي هو بخار الميه. ده سؤال لذيذ علشان ما احسكش ان كل الاسئله اللي عمالين بنخش عليها صعبه. يعني نخش كمان سؤال سهل: ما النسبه التي تمثلها البحار، محيطات وبحيرات، من اجمالي المساحه التي تشغلها المياه السائله على الارض؟ والله دي سؤال مباشر، حاجه تفصلنا شويه. هتلاقي ان نسبه الميه المالحه 97%. بس تعالى بقى ارجع لك شويه نسب. الميه المالحه زي البحر والمحيط عامل 97% من اجمالي الميه اللي على سطح الارض. حلو. الميه بسم الله الرحمن الرحيم، الميه العذبه عامله حوالي 3% ميه عذبه عندي. بس خلي بالك الميه العذبه اما انها تكون في صوره متجمده، واما انها تكون في الصوره السائله زي الانهار اللي احنا بنشرب منها. انت متخيل ان متجمده 2% بس وان سائله 1%؟ يا الميه اللي انا بشربها في الدنيا دي كلها الشفافه اللي هي العذبه دي 1% بس. تخيل لو خلصت. عشان كده دايما بيبقى فيه الكامبينز بتتعمل عشان نحافظ على الميه وعشان ما نهدرش الميه وهكذا يعني. بيقول لك هنا: اي مما يلي يمثل اعلى مصدر لنسبه الماء على سطح الارض؟ طب ودي نعرفها ازاي يعني؟ يعني بحيرات ولا انهار ولا محيطات؟ مين اكتر حاجه فيها ميه؟ تعال نرجع لدرس الجغرافيا. فاكر المحيط ده الصراحه مش هو المحيط الهندي، وكان عندنا هنا غالبا المحيط الاطلنطي. اتمنى انا ما كنتش بكون بخرف في الجغرافيا وكان ممتد كده. تخيل المحيطات متمثل قد ايه من الميه. اكبر نسبه ميه على كوكب الارض طبعا هي المحيطات، والرسمه ما بتكذبش. لكن البحيرات العذبه حاجه بسيطه قوي، المياه الجوفيه كذلك، والانهار الجليديه ايه كذلك. تمام. ثواني جريت جامد. نسبة المساحة التي يشغلها الماء إلى مساحة اليابس. بص، الماء بيشغل قد إيه واليابس بيشغل قد إيه؟ رسمة بتوضح. لو ده كوكب الأرض فحوالي المية عاملة 70% من كوكب الأرض. كوكب الأرض اللي إحنا عايشين عليه ده كله ودايما على طول بنسافر على يابس، رايح جاي رايح جاي. اليابس مش عامل غير 30% بس منه، أنت متخيل؟ و70% عبارة عن مية. يبقى أنت دلوقتي خدت معايا معلومتين يعني مش متوقعين خالص. ان 1% بس من الميه اللي على سطح الارض عذبه صالحه للشرب، والباقي ما ينفعش تشرب. فتخيل لو خلصت. المعلومه الثانيه اللي ممكن تفاجئك انه 70% بس من الميه او من سطح الارض عباره عن ميه، و30% يابس. واخد بالك؟ يعني كل القارات السبعه اللي موجودين دول 30% بس. سبحان الله. فلو انت عملت هنا تبسيط هتبقى النسبه 7 طبعا الى ايه؟ الى 3. نرجع بقى لسؤال برضه سهل. بيقول لك الميه المالحه للعذبه للجليد، هتبقى الاجابه د. لان انا قلت لك ان ده اكبر شكل يمثل لي ان نسبه 97% ميه مالحه، وانه الميه الشكل البرتقاني ده حوالي 2% الميه المتجمده، والاخضر ده يمثل لي 1% الميه العذبه. بص اهو، قال لك الميه المالحه اللون البينك، والميه العذبه اللون الجرين، والجليد اللون الاورنج. فهتلاقي ان ده 97 وده عامل حوالي 1 وده عامل 2. اي رسمه غير كده طبعا بص الميه المالحه قليله ازاي، هنا طبعا مش متناسبه خالص، صح؟ ولا دي متناسبه خالص؟ انا جبت لك السؤال ده والكام سؤال السهلين دول بس علشان افصل دماغك، وعشان الرسمه دي مهمه تعرف تقرا الجرافات بشكل مظبوط، وعلشان برضو اوريك انه مش كل الاسئله برضو تبقى جايه صعب. انا مش عايزك تتوتر ولا عايزك ان انت تبقى خايف او قلقان. ان شاء الله الامتحان هيعدي، وانا واثق فيك. حتى لو ما كنتش مذاكر كويس من اول السنه، ما بدات شهر ما ذاكرتش فيه، يا عم عادي. اهم حاجه الايام اللي ممكن تسبق الامتحان دي تقدر ان انت
تغير حياتك بشكل كامل، تقدر ان انت تغير نتيجتك بشكل كامل. كده كده قدرك مكتوب عند ربنا، انت بس اسعى واعمل اللي عليك. اسعى واعمل اللي عليك، وهتشوف الراحه النفسيه اللي انت هتحس بيها وانت جايب نتيجه كويسه، كسبان في جيبك 15 درجه من مفيش يعني. وما تقلقش، الامتحان كمان هيبقى ورقي، يعني مثلا مش السيستم هيقع او اي حاجه من الكلام اللي بنسمعه ده. لا ان شاء الله هيعدي، وانا في ظهرك لحد يوم الامتحان الصبح، انا معاك. كذلك كل الامتحانات باذن الله تعالى. خليك بس انت بطل واستحمل يا عم. افصل دماغك شويه كده ويلا نجي نكمل. اي العمليات التاليه قد تكون مصدر مباشر للمياه الجوفيه؟ اي عمليه من دول ممكن تكون مصدر مباشر عندنا للمياه الجوفيه؟ المياه الجوفيه دي ايه؟ ما انا بقول لك انا بتعامل معاك على انك مش عارف حاجه. ايه هي المياه الجوفيه؟ تعال نشوف. المياه الجوفيه، لو انا قلت ان دي الارض، ده سطح الارض، خلاص ثواني كده اهو، وسطح الارض ده بيبقى عباره عن حبيبات بالشكل ده. اللي انا برسمه ده اسمه الصخور الرسوبيه، احفظ اسمها. الصخور الرسوبيه هي لو انا عندي مثلا سحابه بالمنظر ده ومطرت مطره اهو كده 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 كده، ساعتها الميه بتبتدي انها تتسرب ما بين الصخور وتنزل تحت الارض، تنزل تحت الايه الارض، وتعمل لي حاجه اسمها المياه الجوفيه. اللي انا برسمه بالاحمر تحت سطح الارض اسمه المياه الجوفيه. يبقى المياه الجوفيه ببساطه هي الميه اللي موجوده تحت سطح الارض، بتتكون في اي نوع من انواع الصخور اللي فيها مسام، اللي فيها فتحات تعدي ميه، اللي هي الصخور الرسوبيه. خلي بالك، في اماكن كتيره في مصر معتمده على المياه الجوفيه، كل حته متوفر فيها نهر، انا وانت بنشرب من النهر عادي قريبين منه. الناس السعوديه تعمل ايه؟ الناس عاشت طول عمرها عايشه على ايه؟ بير زمزم. بير زمزم اللي انت بتشربها دي مياه جوفيه، ميه ابار، انت مش اسمها بير؟ تخيل بالك. انا ذات نفسي لما رحت كذا قريه في الجيزه في الصف، شربت من المياه الجوفيه دي، بس كانت التربه هناك مالحه قوي، المياه كانت مديه على ملوحه بصراحه يعني شديده، ربنا يكون في عونهم. فالمياه الجوفيه مصدر جامد جدا للمياه. بس بيقول لك بقى بتتكون ازاي؟ الرسمه اللي انا رسمتها لك دي تفتكر اتكونت ازاي المياه الجوفيه؟ طبعا من خلال عمليه اسمها تسرب. المياه اتسربت لتحت، اكيد مش نتح. ايه علاقه النبات؟ ايه علاقه الانسان؟ وايه علاقه بخار الميه؟ تمام الكلام كده. لو دخلنا على السؤال اللي بعده، كيف يعود الماء من اليابس الى المحيطات؟ فاكر رسمه دوره المياه دي؟ ثواني كده. تمام. لا اله الا الله. بص معايا تاني، ادي دوره الميه، هنعمل زوم بالشكل ده ونجيب القلم بالشكل ده. بيقول لك كيف تعود المياه الى اليابس مره اخرى. حلو. لو انا بقول لك ان المياه كانت موجوده في المحيط، ورسمت لك قبل كده انها طلعت على هيئه سحاب، وقلت لك ان السحابه مطرت تاني، مطرت تاني، وقلت لك ان والدنيا وهي بتمطر ابتدت انها تكون نهر في الجبل كده، نزل صب في الاخر جوه البحر، يبقى تفتكر المياه ازاي عادت تاني للمحيط او للبحر؟ هتقول لي يا دكتور دي طلعت في السحاب الاول. اقول لك صح فعلا. وهتقول لي بعد كده السحابه مطرت. ايوه برافو عليك. والمطره مشيت عملت نهر وصبت فيه. يبقى تفتكر اخر خطوه، اخر خطوه رجعت الميه للمحيط ايه؟ النهر. طب النهر ده عمليه اسمها ايه بقى؟ حد شاطر يعرف النهر ده؟ اسمها جريان. النهر وهو بيجري يصب في المحيط مره اخرى اسمها الجريان. فالعمليه دي اسمها الجريان، مش التبخر، مش التكثف، مش التطاير. هو التبخر والتكثف سبقوا الجريان، ولكن مش هما الاجابه الصحيحه خالص. الاجابه الصحيحه هي الجريان، لان دي كانت اخر عمليه ابتدت انها تحصل عندنا. حلو. سؤال بقى صعب بقى من اسئله المستويات العليا في كتاب التفوق. من خلال دراستك للشكل المقابل، يحتوي المحلول المائي س على. المحلول ده كان عندي ملح طعام، قمت كبه على الملح، ومن الملح ابتديت ان انا اقلب، فبقى عندي كوبايه ملح. انت ممكن تعمل التجربه دي في بيتك، تجيب كوبايه ميه وتبتدي ان انت تقلب. حلو. هو الفكره دلوقتي لما انا حطيت ملح الطعام، ولازم تبقى عارف ان ملح الطعام هو ال NaCl، وحطيته على ميه اللي هي H2O. طيب لو انت فاكر معايا شرحت لك ان الملح الجزء اللي على الشمال بيبقى موجب فيه، والجزء اللي على اليمين بيبقى سالب. وقلت لك ان الميه بتتأين لايونات موجبه والايونات سالبه، او H مع O يبقى OH سالب، وH بس يبقى H موجبه. حلو الكلام لحد دلوقتي. وقلت لك ان الموجب بيحب يتجوز السالب، والسالب هيتجوز الموجب، فبينتج عندك HCl وهينتج عندك NaOH. كل ده انا شرحته لك قبل كده. ايه الجديد بقى دلوقتي؟ الجديد دلوقتي مهم جدا.
لو انا جيت سالتك ايه اللي موجود في كوبايه الميه ام ملح دي، فواحد متسرع هيجي يقول لي يا دكتور يا دكتور انا عارف ال HCl وال NaOH هم اللي موجودين جوه كوبايه الميه. اقول لك غلط، مبروك عليك الصفر. ليه بقى غلط؟ بص معايا، غلط واكبر غلط ان انت تقول موجود عندي HCl و NaOH. هم فعلا اتكونوا بس لحظيا، اتكونوا يا دوبك حاجه بسيطه واتطلقوا تاني، اتطلقوا. بص معايا، هي دي الصوره الصح. ال HCl اول ما بتبتدي تتكون، يعتبر ال HCl حمض قوي ولا ضعيف؟ فواحد هيجي يقول لا انت قلت لي ان هو من الاحماض القويه. اهو لانه كان حمض قوي فالاثنين اقوياء، ال H وال Cl، فاتطلقوا. ده عماله تقول له والله ما انا جايبه كذا، وده يقول لها والله لا انت جايبه كذا. فايه اللي حصل؟ في الاخر اتطلقوا، بقى H موجب و Cl سالب مره اخرى تاني. اهو ما بينهم زي. يبقى دي كده علاقه صحيه ولا علاقه توكسيك؟ علاقه توكسيك. طيب لو انت جيت قلت لي ال NaOH حمض قوي ولا حمض ضعيف؟ قاعده قويه ولا قاعده ضعيفه؟ قاعده قويه. انت قلت لي من القواعد القويه. قاعده قويه، ايوه، يعني بيتطلقوا برضه. دي تقول له والله ما انا جايبه لك مش عارف ايه، وده يقول لها نفس الكلام، فيبقى Na و OH مش علاقه صحيه خالص، لا دي علاقه توكسيك. حلو. فلما دي علاقه توكسيك ودي علاقه توكسيك، هل كده لو انا جيت قلت لك كوبايه الميه ام ملح اللي انت قلبتها فيها ايه، لو انت قلت لي HCl و NaOH هقول عليك ان انت طالب مش فاهم ان دي علاقه توكسيك، وان انت كده مش فاهم الدرس كويس وهسقطك. اما لو جيت قلت لي لا دي فيها ايونات هيدروجين لان هم اتطلقوا، وفيها ايونات كلوراين لان هم اتطلقوا، وايونات صوديوم، وايونات هيدروكسيد، ساعتها اقول لك انت طالب فاهم وفاهم ان ده حمض قوي وان دي قاعده قويه. تيجي عشان بقى ابقى اطمنت عليك انك فاهم الجزئيه دي قوي، اديك اخر مثال. لو انا جيت قلت لك حاجه بسيطه خالص، جيت قلت لك هديك ملح تاني تدوبه، مش هتاكد بقى ان انت فهمت بقى بجد. Na2CO3 بنقسم كده، ده موجب وده سالب، ونقوم على طول مفعلينه مع الميه. تمام، ده هيبقى Na موجب. لا ثانيه، ال Na هتقوم ماسكه مع مين؟ مع ال OH. حلو، وال H تقوم ماسكه مع ال CO3 فيديني H2CO3. لو انت حاضر معايا من اول الفيديو، فدي كده قاعده قويه ولا قاعده ضعيفه؟ قاعده قويه، يعني يتطلقوا فتديني Na موجب و OH سالب. حلو. وهنا هيتطلقوا؟ لا مش هيتطلقوا لان ده حمض ضعيف. حمض ضعيف. يعني دي علاقه صحيه يا دكتور؟ علاقه صحيه يا ابني، كمل فيها مفيش اي مشكله. لكن دي كانت علاقه توكسيك. يبقى لما اجي اقول لك تدويب الملح ده في الميه بيديك ايه؟ ده بيديني حمض ال H2CO3 وبيديني Na و OH. حلو، نرجع بقى نحل سؤالنا عشان ناخد الدرجه بتاعتنا. يحتوي المحلول س على ايه؟ ايونات صوديوم، ايوه. جزيئات حمض عارف يعني ايه جزيئات حمض هيدرو؟ يعني HCl على بعضه كده مش متطلقين، ينفع ولا اتطلقوا؟ اتطلقوا، يبقى دي اجابه غلط. ايونات صوديوم وايونات كلوريد، ها صح، ايونات صوديوم وايونات كده انت طلقتهم صح. جزيئات هيدروكسيد، لا ما ينفعش كلمه جزيئات هيدروكسيد صوديوم دي خالص. جزيئات هيدروكسيد برضه ما ينفعش، ولا جزيئات. عارف يعني ايه جزيئات هيدروكسيد؟ يعني NaOH ماسكه في بعض، مش ماسكين في بعض. حلو الكلام لحد دلوقتي. يعبر عن تميز ملح الاكس واي بالمعادله التاليه: اكس واي H2O اكس او اتش اتش وواي. فاكر الحته اللي فاتت من غير ما اشرح كتير؟ نفس الكلام. اكس واي ده ملح، الاكس خدت الايه؟ الاو اتش فادتني اكس او اتش. يا دكتور دول ما اتطلقوش، دي علاقه هيلسي، يبقى ده كده ايه؟ قاعده ضعيفه وما عنديش ايونات اكس. طب وهنا الواي خدت الايه؟ خدت الاتش اهم، بس رجعوا اتطلقوا تاني. شايف؟ انفصلوا عن بعض وطلعت لي ايونات هيدروجين. انا بس بوضح لك ان المثال اللي فات كان مهم جدا. بيقول لك المحلول اللي ناتج حمضي ولا قاعدي؟ يا دكتور بص انا شايف الاو اتش مكلبشه، لكن الاتش سايبه على حل شعرها. الاتش سايبه على حل شعرها دي تخليني المحلول حمضي ولا قاعدي؟ حمضي طبعا، بسبب غناه بايونات الهيدروجين. حته شرحناها كتير جدا خلال الايه؟ الفيديو عندنا. حلو الكلام. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول الشكل المقابل يوضح مركبين مختلفين س وص، كل منهما صيغته الكيميائية H2X. فاكر؟ زهايمر ما لحقتش تنسى بقى، كان عندنا 2 H2X، X ده أي عنصر يعني، كان عندنا H2S و H2O. طيب ده سؤال مقالي درجتين، خلي بالك. بيقول لك اكتب الصيغة الكيميائية لمركب ص ومدى تفسيرك لارتفاع درجة غليان لمركب س مقارنة بالمركب ص. طيب يبقى كده انت مضطر انت تعرف مين هو س ومين هو ص. احنا عارفين ان هو اما H2S اما H2O. بيقول لك ده درجه غليانه 100. طيب ما انا لسه قايل لك ان الميه هي اللي درجه غليانها 100.
ده درجة غليانه سالب 61. انا قايل لك ان ده هو ال H2S. حلو. طب اكتب السؤال الكيميائي مركب ص كده، احنا حلينا مين ص. طب ما تفسيرك لارتفاع درجة غليان المركب س اللي هو المية؟ المية لو قلت لك ليه قوية، ليه ما بتغليش بسهولة؟ لان بينها روابط تساهمية. يبقى بسبب، بص بقى عشان تكتب ازاي سؤال مقالي، بسبب وجود الروابط التساهمية، لا ثانية سوري، الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء. حلو، حلو الكلام. وده أدى إلى ارتفاع درجة الإيه؟ درجة الغليان. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا الشكل المقابل، وخلي بالك ده سؤال فوق من كتاب التفوق. الشكل المقابل يوضح عملية تحول عينة من الماء السائل إلى بخار ماء. شايف ده كان ماء سائل، كانت جزيئات المية مربطة بروابط إيه؟ هيدروجينية. لما سخنت الحرارة، بس المثلث ده يعني حرارة، ابتدت ترتفع درجة الحرارة وتتكسر الروابط الهيدروجينية، فأصبح جزيئات الماء دلوقتي مالها؟ حرة. حلو الكلام. ماذا تستنتج من خلال مقارنة الرابطة التساهمية بالرابطة الهيدروجينية؟ طبعا من الشكل باين قوي، خلينا امسح لك كده، الشكل باين قوي ايه؟ ان مين اطول، الرابطه الهيدروجينيه ولا التساهميه؟ لا الاطول الهيدروجينيه اهي، والتساهميه اهي. مين اطول؟ ال الرابطه التساهميه اقصر. هي اقصر فعلا، فبالتالي احنا عندنا كده الاجابه الف هي اللي تنفع اكتر حاجه. طيب مين اقوى، التساهميه ولا الهيدروجينيه؟ مين جامده كده بنت لذينه؟ لا طبعا الرابطه التساهميه اقوى، بدليل ان انا لما سخنت الهيدروجينيه هي اللي اتكسرت والتساهميه فضلت واقفه في مكانها صلبه. فالرسمه اديتك معلومه مهمه، ان مين اقوى، تساهميه ولا هيدروجينيه؟ لا طبعا التساهميه. بالتالي الاجابه اللي عندنا الف هي الاجابه الصحيحه. الشكل الذي امامك يوضح بعض العمليات في دوره الماء في الطبيعه. ماشي، دورة المية بدأت من البحر، اتبخر، طلع على السحاب، السحاب اتحرك، ابتدى يتمطر، تنزل على هيئة سيول أو أودية وكده، تصب في المياه العذبة. أي العمليات التالية تسبق حدوث عملية التكثف؟ التكثف بتحصل فوق. مين بيسبق التكثف على طول؟ أكيد عملية التبخر، عشان أطلع بخار المية يحصل له تكثف فوق. فالعملية رقم واحد هي أول حاجة بتحصل. طيب أي العمليات التالية لا تحدث بتأثير الجاذبية الأرضية؟ بص، عملية التبخر ما بتساعدش فيها الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية عايزة تنزل لتحت، فاكر الجاذبية بتاعت نيوتن والتفاحة؟ عاوز ينزل لتحت. حلو. فاللي أنا عايز أقوله لك هو إنه أي العمليات التالية لا تحدث بتأثير الجاذبية، يعني مين فيهم تعتبر الجاذبية ما بتساعدش فيه أوي؟ والله لو أنا قلت لك التبخر ده الجاذبية عايزة تنزل، فأكيد ده عكسه ما بتساعدش فيه، فأكيد الإجابة ألف. طب معلش، عملية التكثف يعني الجاذبية ممكن تساعد فيه شوية. عملية التكثف سقوط الأمطار طبعا الجاذبية بتساعد فيها، لأن الأمطار اتجاهها تحت والجاذبية اتجاهها تحت. أما على العكس بقى مين؟ على عكس التبخر اللي اتجاهه كان فوق. ماشي، حلو الكلام. بعد كده عندنا إيه؟ بعد كده عندنا السؤال ده اللي بيقول من الشكل المقابل الذي يوضح جزيئين من الماء تتكون رابطة هيدروجينية بين الذرتين. مين؟ رابطة هيدروجينية. فاكر الرابطة الهيدروجينية؟ مش كنت بقول لك إن عندي أكسجينة ماسكة في 2 هيدروجين، وعندي هنا أكسجينة ماسكة في 2 هيدروجين؟ ماشي. وكنت أقول لك الرابطة الهيدروجينية كان الهيدروجين يقدر يكون واحدة، والأكسجين بيقدر إن هو يكون 2، وكانت تنتج ما بين مين ومين؟ الهيدروجينة والأكسجينة. حلو الكلام قوي. بالتالي هي رابطة تنتج ما بين طبعا الرمادي ده هو الهيدروجين، وما بين الأكسجين، يعني ما بين 2 وما بين 4. هي الإجابة ج. طب ينفع الهيدروجين بتاع المركب والاكسجين بتاع نفس المركب؟ لا يا ابني، ما دي تبقى تساهميه بقى، تفاهم طبعا. ماشي الكلام. السؤال اللي بعده، اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل حجم كل من غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين على الترتيب عند تحليل كميه من الماء المحمض باستخدام جهاز فولتميتر هوفمان؟ انا مش فاهم اي حاجه، اي حاجه مش فاهم. بص يا عم، جه ان هو عايز يلخبطك، فبيقول لك حللنا كميه من الماء المحمص باستخدام جهاز فولتميتر هوفمان. تخيل اللي هيعطل قدام السؤال ده ويقول لك انا ما خدتش الجزئيه دي مش هيحله. بينما هو كل اللي هو عايزه هنا بس ان هو بيقول لك هات لي شكل بياني بيمثل لي حجم الهيدروجين والاكسجين. انا مش عايز اكتر من كده.
لما تلاقي كلام يعني ما خدتوش وكده ولا تشغل بالك ليه، هات لي بس النسبه اللي انت عليك ان حجم الاكسجين هو ضعف حجم مين؟ الهيدروجين، صح؟ طب اختار لي كده شكل بياني خلي الاكسجين ضعف الهيدروجين. ماشي، الهيدروجين بالاخضر، فاكيد الشكل ده الاتنين قد بعض، لا. هنا مخلي الهيدروجين اكتر، لا. هنا مخلي الهيدروجين اكتر، لا. هنا بقى اللي مخلي الاكسجين قد الهيدروجين 3 مرات. وهي صح النسبه، صح، هي 3:1 مش 2:1. لا مؤاخذه. تمام. السؤال اللي بعد كده، ما كتله الهيدروجين في عينه من الماء المقطر كتلتها 200 جرام؟ ده بقى السؤال، دي بقى اسئله الفواكين بقى. عندك 200 جرام من الميه، الميه دي وزنها او كتلتها 200 جرام، تعرف تحسب فيها كتلة الهيدروجين تساوي كام؟ سؤال صعب شوية، صح؟ بص، طب ممكن تكون كتلة الهيدروجين ال 200 جرام كلهم يا ترى؟ ولا ممكن تكون عاملة مثلا 50 جرام بس منهم؟ ولا ممكن 20 جرام بس منهم؟ طب دي اللي ممكن اعرفها ازاي انا كطالب؟ ادوك معلومة في كتاب المدرسة، ده تطبيقها بقى. المعلومة بتقول ان كتلة الهيدروجين تساوي قد ايه من كتلة المية؟ حد فاكر؟ تساوي 11، بس هنكتب من احسن من كده، 11.11% او على 100. طيب يبقى ده كده نسبة الهيدروجين من المية. عارف النسبة دي اضربها في الكتلة ال 200، يطلع لك الناتج اللي هو هيبقى 22 جرام. مش فاهمها؟ طب تعالى بص الحتة دي. كتلة او الهيدروجين يمثل قد ايه من كتلة المية؟ يمثل 11 طيب الاكسجين كتلته بتساوي كام؟ النسبة بقى المتبقية دي تساوي 89.99%. فهمت؟ او لا، مش علامة 89%، صح كده؟ ف 89.89% دي نسبة الأكسجين. لو أنا جيت قلت لك مثلا عندي كتلة من المية 100 جرام، كتلة الأكسجين فيها قد إيه؟ فتقوم جايب لي ال 100 جرام وضاربها، بقول لك في إيه؟ الأكسجين، كتلة الأكسجين، يبقى تضربها في نسبة الأكسجين اللي هي دي أهي. حاضر، هضربها لك في نسبة الأكسجين اللي هي 8.9. طبعا في المية دي بحولها لعلى 100، وال100 تروح مع ال100 فتطلع الكتلة بالجرام 89.89 ايه جرام. الحمد لله. فكده احنا اخترنا هنا 22 اللي ده كان الهيدروجين. وطبعا لو اكسجين عرفت بقى تعملها ازاي. عند تدخين عينة من الماء النقي حتى درجة الغليان تنكسر الروابط مين؟ لسه كنا شايفين رسمة، تمام؟ كان تنكسر الروابط مين؟ الهيدروجينية، مش التساهمية، لا، التساهمية غلط، هيدروجينية، فتتحرر جزيئات الماء في صورة مين؟ بخار ماء. صدقني يا ابني دي كده أصعب الأسئلة اللي ممكن تلاقيها على الدرس الأول، وبإذن الله دي كده الأسئلة المضمونة إن أنت تخش تلاقيها أو تلاقي فكر شبهها، مش مشكلة. يتشابه الماء مع كبريتيت الهيدروجين في ايه؟ يتشابه الماء مع كبريتيت الهيدروجين في، هل في قطبية الجزيء؟ انت لسه احنا قلنا لا، الكبريتيت الهيدروجين اقل في القطبية، احنا كنا عملنا المقارنة زهايمر. وجود الروابط الهيدروجينية لا، كبريتيت الهيدروجين ما بيكونش. درجة الغليان 1 100 1 -61، بالله عليك متشابهين. لكن انا كنت كاتب ان متشابهين في التركيب قوي، بص SHH اهو، وهنا OHH، متشابهين ولا مش متشابهين؟ طبعا متشابهين. حلو الكلام. عندنا بعد كده اي العبارات التاليه لا تنطبق على دوره الماء في الطبيعه. فاكر دوره الماء شرحتها لك كتير، بقول لك مش محتاج ترجع ان شاء الله بعد الفيديو ده حاجه خالص. تشمل حركه الماء خلال العديد من المسارات، طبعا. تحافظ على ثبات سطح الارض، سيبها دلوقتي. الكائنات الحيه لها دور في استمراريتها، طبعا. تنفس ونتح. تشكل نظام مغلقا تقريبا، طبعا. كان الماء بتقعد تلف لحد ما ترجع للمحيط تاني. لكن تحافظ على ثبات سطح الارض غلط. هي بتحافظ على الثبات ولا هي فيها ديناميكيه؟ ايه ديناميكيه دي؟ فيها حركه. الميه تطلع من البحر لفوق، من الفوق تقوم عامله نهر، تقوم واخده الصخور ومحركاها. بالله عليك ده يعتبر ثبات؟ ده عماله بيتحرك في سطح الارض اصلا، عماله الميه تتحرك كده شويه وكده شويه اهو. ده شكل بيوضح الحركه اللي عماله بتحصل من النهر ترجع تاني للمحيط. شايف ازاي في حركه؟ يبقى ازاي ثبات بقى؟ انت قول لي. عند يثبت ملح كلوريد الامونيوم في الماء. احنا زهقنا بقى من الاسئله دي حرفيا. طلبه كتيره جدا مش هتلاقيها عارفه تحل الاسئله دي، والمدرسين اللي ما لهمش في الكيمياء يعني فيزياء او احياء صعبه جدا بالنسبه لهم. انت هنا هتعمل ايه؟ الموضوع بقى سهل بالنسبه لك. NH4OH و HCl. عارف ليه؟ الCl خدت هيدروجين الميه،
وان اتش 4 خد هيدروكسيل الميه. ده قاعده قويه. عيب اللي انت كتبته ده يا دكتور، عيب والله. المفروض تكتب اتش موجب وسي ال سالب عشان هنا يتطلقوا، علاقه توكسيك. حلو. فانا كده كتبت بس من غير ما اعرف هو ايه اللي بيحصل. كلوريد الامونيوم طبعا حمض قوي مع قاعده ضعيفه، الناتج حمض، يبقى الملح ده حميدي. يحدث تحلل الماء ويصبح المحلول، هو المحلول هيصبح حامضي، ده اللي انا متاكد منه. يحدث تحلل مائي، او اللي انا عملته ده اسمه تحلل مائي، ان انا اكسر باستخدام الميه. كده انا كسرته، بص كسرته لايه. طب يتفكك ولا يحدث تحلل مائي؟ لا يا عم، حدث تحلل مائي. طب لا يتفكك ولا يحدث طب ايه الفرق ما بين لفظ تفكك وتحلل مائي؟ دي حته بقى يعني ايه للعباقره يعني، فاهم؟ لو انت ما تفرقش معاك اول نص درجه اللي تناصم في الاخر خلاص. تحلل مائي وتفكك. تفكك هو ان يكون مثلا عندي كتله الملح كبيره قوي كده، فلما احطها في الميه بتبتدي انها تتكسر لحتت صغيره، ده اسمه تفكك. كده انا فككت الملح في الميه. انما تحلل مائي لا، ده الملح ده بدل ما كان NH4Cl كده، ايه اللي ابتدى يحصل له؟ يتحول لايونات NH4 موجبه وCl سالب. لما انا اكسر الصميم بتاعه لايوناته تحلل مائي، لكن اكسره لحتت صغيره يبقى ده تفكك. التورته لو جيت قطعتها سلايدات وشرايح كل حته سليمه بذاتها تفكك. لو جبت الشريحه بقى قمت واخد طبقه الكريمه شايلها وطبقه الكيكه شايلها، يبقى ده اسمه تحلل مائي. واضحه الصوره؟ عند الضغط الجوي المعتاد درجة غليان الماء H2O أعلى من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين بمقدار كام؟ طبعا 100. غلطان، هو ده اللي هو عايزك تختاره علشان ينقصك. بيقول لك الفرق ما بين درجة غليان ال H2O وال H2S. أسئلة ممكن تبان سهلة، لكن أول ما تشوف المية في الامتحان مع الستريس بتاع الامتحان وإن أنت بتبقى متوتر، يبقى غصب عنك ممكن تختار حاجات غلط وحاجات بالتسرع. كده بقول لك ما تتوترش، حاول تبقى هادي وداخل ريلاكس كده والدنيا هتمشي معاك تمام. الميه درجه غليانها 100 واللي تحت سالب 61، الفرق ما بينهم كام بقى؟ بص، هنقول هنا ان احنا عندنا 100، الكبير طبعا ناقص الصغير في الطرح دايما، فالكبير هو ال100 ناقص الصغير سالب 61 يساوي كام؟ بص، سالب وسالب عارفين من المدرسه ان بينزلوا موجب، ف100 زائد 61. طب تاني انت عملت موجب ليه؟ سالب وسالب موجب، فيبقى عندك هنا 161. فهمت؟ بلاش تتسرع في الامتحان تختار اجابات غلط. صنف محاليل الاملاح التاليه من حيث الصفه الحامضيه والقاعديه. سؤال مقالي يجي بتاع 3 درجات ولا حاجه في الامتحان، فاهم انت؟ تلاقي الناس بتصوت، لكن باذن الله محدش يتضايق منه. نترات البوتاسيوم، بص البوتاسيوم يعني كي، ونترات NO3. طبعا الرموز بتاع النترات والبوتاسيوم هتلاقيها في اول كتاب التفوق، لو انت مش عارف هرجع لها بس تحفظها عشان الامتحان. كبريتات النحاس يعني Cu وSO4. فوسفات الصوديوم، الصوديوم Na والفوسفات BO4، بس هنا نعمل ما بين قوسين 3. تمام. انا هنا بقى مش عارف الصراحه كل ملح من دول مين حامضي مين قاعدي مين متعادل. لا انت عارف ليه؟ بص، الكي دي هتاخد من OH ولا H؟ تاخد السالب OH تبقى KOH. انا بس بعملها لك بطريقه اسرع، انت بقى انت في وقتك كده عايز توقف الفيديو تعملها على اي معادلات زي ما علمتك وزي ما وريتك اعمل، وده الصح عشان ما تتلخبطش. هنا تبقى HNO3، ده الحمض وده القاعده. حمض قوي ولا ضعيف؟ لو انت كنت واخد سكرين شوت او ارجع لها لو عاوز، حمض قوي وده قاعده قويه. فاكر الميه والنار اليمنتال؟ فاكر الفيلم؟ عشان كده بقعد اديك رسومات تفكرك دايما عشان ما تنساش. قصص والصور والفوتو ميموري هي اكتر حاجه هتفكرك في الامتحان. نترات البوتاسيوم كده متعادل، حمض قوي قصاد قاعده قويه. كبريتات النحاس، هنا الحمض يبقى H2SO4 والنحاس يبقى CuOH ما بين قوسين 2. ده القاعده وده الحمض. القاعده دي يا دكتور انت ما اديتهاش قويه، الحمض ده انت اديته ان هو قوي، برافو عليك، يبقى ده حمض. واخر واحد هي يبقى NaOH ويبقى H3BO4. ده حمض قوي ولا ضعيف؟ حمض قوي. حمض ضعيف لانه مش واحد من الاقوياء، وده قاعده قويه، وبالتالي يبقى ده قاعده ولا ضعيف؟ يبقى ده قاعدي. يبقى اول واحد طبعا بقى ايه، عايز تبقى تشوف الكلام اللي انا كاتبه ده بقى ايه، يبقى امسحه او وقف الفيديو وارجع له تاني. اول واحد ده كان متعادل، تاني واحد ده كان حامضي، تالت واحد ده كان ملح قاعدي. ماشي. عند إزالة بلورة من ال NaCl في الماء تحدث عملية إيه؟ فرق ما بين كلمة تميؤ وهيدرة
ويعني ايه بقى الكلام ده؟ سؤال قوي قوي. بص، لو انا بقول لك السؤال الاتي، بقول لك عندي NaCl وبقول لك عندي NH4Cl، دوبتهم في ميه. طبعا انت ذكي وعارف ان ال Na هياخد ال OH وان ال Cl تاخد ال H، صح كده؟ بس طبعا عارف ان دي علاقه توكسيك، فعلى طول سرعان ما بيتطلقوا ال Na موجب وال OH سالب، وهنا هيتطلقوا ال H موجب وال Cl سالب، وهنا برضه هيتجوزوا مع بعض NH4OH. انا بعملها بسرعه اختصارا للوقت، بس انت عارف شرحتها كتير ازاي بتتعمل. وهنا HCl. تمام، ده كده قوي مش هيتطلقوا، علاقه صحيه، لكن دي علاقه توكسيك فتبقى H موجبه Cl سالبه. بص بقى معايا عشان اقول لك الفرق بين الهيدره والتميؤ. فمفيش الوان غير الالوان دي. ماشي، بص، شايف ال Na اتحولت لايونات؟ اتحولت لايونات يا دكتور. عارف يعني اتحولت لايونات؟ يعني كده حصل لها عمليه هيدره. لما تتحول لايونات حصل لها عمليه هيدره. ال HCl اتحصل له عمليه، هتحول لايونات ولا لا؟ يبقى هيدره. ال HCl اللي هنا اتحول لايونات، يبقى دي عمليه هيدره. اما ال NH4OH ايونات الامونيوم بقت ايونات حره، لا يبقى مش هيدره. امال بقت ايه؟ دي ماسكه في ال OH. يبقى ده كده اسمه عمليه التميؤ. يبقى ايه الفرق بين التميؤ والهيدره؟ والله لو ايون الملح فضل ماسك في ال OH او ال H يبقى تميؤ، لكن لو سرعان ما اتطلقوا يبقى عمليه هيدره. حلو كده، هيدره زي حيدره. عند إذابة ملح بلورة من NaCl في الماء تحدث عملية إيه؟ لأيونات الصوديوم والكلور. طبعا أنت عارف HCl و NaOH هيسيبوا بعض، يبقى دي عملية إيه؟ هيدرة للاتنين أيون. يبقى هيدرة الأيونات الصوديوم لكن تميؤ للكلور عيب والله. هيدرة الأيونات الكلور والأيونات الصوديوم أيوه هيسيبوا بعض سرعان ما يسيبوا بعض يبقوا أيونات حرة كده. بص تيجي اديتك مش شاري بيت، لان ده هيخدمنا في سؤال تاني. لو انا عندي جزيئات الميه محيطه بيهم بالشكل ده كده، لا خليها في السؤال التاني عشان يبقى عندي مساحه ارسم. خليها في السؤال اللي هيجي فيها الحته دي. المحلول الناتج عن ذوبان ملح كلوريد الامونيوم في الماء حامضي. اكتب بقى المعادله اللي وريتها لك وقول له بسبب تكوين هيدروكسيد الامونيوم، جزيئات هيدروكسيد الامونيوم مش ايونات، وتكوين ايونات الهيدروجين الموجبه والكلورين السالبه، لان ال HCl اتطلق صح اهو، H موجب و Cl سالب. وتكتب له المعادله بقى. بص المعادله تتكتب كده اهو، NH4 Cl يتفاعل مع ثانيه ال H2O هيديني ساعتها NH4OH، ويديني وقتها كمان H، بس ما ينفعش اكتبها على بعضها، لازم اكتب H سالبه و Cl H موجبه و Cl سالب. السؤال اللي بعده خلينا عشان ده سؤالين مع بعض. يكون ماء السحب المتكونه فوق المناطق الصناعيه حامضي. ليه ماء السحب بيكون حامضي فوق المناطق الصناعيه؟ دي سحابه جواها H2O، وانا عندي هنا مصنع منطقه صناعيه عماله تطلع لي ملوثات CO2 مثلا و SO2. خلي بالك بقى ال SO2 وال CO2 لما يطلعوا فوق في السحابه هيتجوزوا الميه فيكونوا احماض، من غير ما اخش لك في تفاصيل التفاعل الكيميائي. خليك بس تكتب له كده في سؤال علن اللي على مستوى منهجك. هتقول له ايه؟ هتقول له بسبب تفاعل الغازات المتصاعده من المصانع وغيرها مثل ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت مع الماء في السحب فتتكون الاحماض، ثم تتساقط الاحماض بقى على هيئه امطار حامضيه، لدرجه انها لو في صخره هنا تتاكل الصخره. انت متخيل يا مان؟ تمام كده. ما العمليات الرئيسيه التي تتضمنها دوره الماء في الطبيعه؟ اعتقد ان انت عارف بقى ان في عمليه تبخر، في عمليه تكثف، كان في عمليه سقوط الامطار، في عمليه التنفس هي عمليه بيولوجيه، كان في عمليه النتح هي عمليه ايضا بيولوجيه، وفي عمليه انصهار بتحصل للجليد برضه بيتحول لميه. فدي كده ايه؟ عمليات دوره الماء. يترتب على ارتباط جزيئات الماء بروابط هيدروجينيه ايه؟ هيقول ارتفاع درجه الغليان. شايف ارتفاع الحراره النوعيه للماء دي هي ارتفاع درجه الغليان، بس حته الحراره النوعيه دي هتفهمها في الدرس الخامس باذن الله لما نيجي ونحل عليه باذن الله تعالى، والله المستعان. قال لك ان تسبب دوره الماء في الطبيعه حدوث عمليات تجويه وتفتيت للصخور ونقلها من مكان لاخر
وذلك مثال للتغير الذي تحدثه دورة الماء لسطح الأرض. ماذا؟ إيه ده؟ دورة المية اللي في الطبيعة ممكن تعمل عملية تجوية. تجوية دي ليها تقوية يعني؟ لا، تجوية يعني تفتيت. بص كده، اكتب عندك تجوية يعني تفتيت، حتة جيولوجيا كده. حلو. يعني أنا لو عندي صخرة كده، فالدنيا مثلا في دورة الماء مطرت، فابتدت المية انها تنزل تفتت لي الصخرة اللي عندي دي. بص فتتتها بالشكل ده كده، فتتتها، وبعد ما اتفتتت بالشكل ده نقلتها من حتة لحتة. العملية دي ايه بقى؟ تجوية وتفتيت للصخور ونقلها من مكان لآخر، مثال للتغير الذي تحدثه دورة الماء لسطح الأرض. التغير ده فيزيائي ولا كيميائي ولا بيولوجي ولا حراري؟ اللي مصحصح معايا من اول الفيديو قلت له اكيد طبعا مش بيولوجي باين قوي ولا حراري، هي فيزياء ولا كيمياء. هو هنا الصخره لما اتكسرت واتنقلت واتفتتت واتنقلت لحته تانيه، حصل اتغير تركيب الصخره الكيميائي، حصل تفاعل كيميائي. قال لك ان في حاجه زي كده ممكن تحصل، ولا انا مجرد كسرت الصخره وقمت واخدها ونقلتها من حته لحته بس؟ يبقى دي اكيد حاجه فيزيائيه، مفيش تفاعل كيميائي يا ابني في الموضوع خالص. فهمت ازاي تفرق بين فيزياء وكيمياء؟ حته مهمه لدرجه ساعات بيجيبها لثالثه ثانوي في اسئله. تمام. الشكل البياني يمثل العلاقة بين أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل باستمرار إضافة المزيد من كلوريد الأمونيوم في الماء. كلوريد الأمونيوم مش ده حامضي والحاجة الحامضية بتعمل إيه في أيونات الهيدروجين؟ بتزودها. يبقى أنا محتاج رسمة تكون بيها بتزيد أيونات الهيدروجين. أنا شايف الرسمة دي بتزيد في أيونات الهيدروجين. الرسمة دي زاد بعد كده رجع قل. ليه رجع قل يا عم؟ احنا عايزينه يزيد. يبقى دي رسمة معتمدة على الشرح اللي احنا شرحناه في الأول. تمام الكلام. بص، قبل ما نشوف السؤال، هو ايه الرسمه الوشه الكوخه اللي هو راسمها دي؟ مش انا قايل لك الحاجه اللي بتتكتب بالموجب بتتكتب على الشمال في الملح؟ كتبته على الشمال. انا بترجمه دلوقتي من رسمه وحشه لحاجه اكتبها تحت. بص، انا مش فاهم حاجه من الروابط والحاجات اللي هو راسمها دي، اعلى من مستواي. بس اللي انا عارفه يا دكتور ان في انا ممكن اجمعهم كرياضه يعني. ادي 1 2 3 او 3 وحده كربون، يبقى عندي وحده كربون. وحده اتش، يبقى وحده اتش. بس الشكل ده غريب عليا، انا ما اعرفوش. هو ممكن ارتبه بشكل احسن اكون عارفه؟ ايوه. انت خدت مجموعه اسمها البيكربونات COH CO3 اهي، مش عارفها؟ ارجع لبدايه كتاب التفوق، هتلاقي المجموعات الذريه والتكافؤ والحاجات دي كلها. يبقى NaHCO3 كده انا ترجمته من الشكل ده، عشان لو جاب لك سؤال في الامتحان ودي حاجه متوقعه بالشكل ده ترجمه. الملح ده ايه؟ بص خلي بالك، الجزء البيكربونات ده هيديني حمض ضعيف لما اجي اعمل له تميز ادوبه، وده يديني قاعده قويه NaOH. قاعده قويه وحمض ضعيف يبقى قاعده قويه وحمض ضعيف يبقى قاعدي. مفيش حاجه اسمها متردد طبعا، الهبل ده، ولا متعادل ولا حامضي اكيد يعني. بيقول لك هنا في الشكل المقابل التالي المعبر عن ذوبان ملح كلوريد الصوديوم في الماء خطأ علمي، فما هو؟ دي بقى الحته اللي كنت بقول لك عليها، هشرحها لك. بص، جزيئات الميه عامله حاجه غريبه قوي، مش طبيعي انها تعمل. سؤال مقالي، ركز. عارف عامله ايه غريب؟ لو انا كبرت لك كده، خليك معايا، بص معايا. انت ملاحظ ان جزيئات الميه قابلت بالموجب الموجب بتاع الصوديوم؟ يعني ايه؟ يعني الموجب بتاع الميه مقابل الموجب الايون الموجب، ايوه. والسالب بتاع الميه مقابل الايون السالب، ايوه. عارف يعني ايه؟ ده شغل شواذ يعني، دي حاجه زي القرف بجد يعني. عمري يعني بالنسبه لبتوع الكيمياء ده قرف شايفينه. ما ينفعش يشوفوا موجب جنب موجب ولا سالب جنب سالب، بيحصل حاجه اسمها تنافر. امال الصح يا دكتور الموجب يبقى واقف جنب السالب والسالب يعكس في الموجب. فكان الصح ان انا ارسمها ازاي بقى؟ تعالى بقى نشوف الصح عامل ازاي. الصح ان ده ايه موجب يبقى يحوطوا ايونات السالب بتاعت الميه، والموجب نسيبه كده اهو. ده الهيدروجين مش رسمه، لكن سالب الميه هو اللي المفروض مقابل الموجب. وكذلك في الكلورين السالب يكون المفروض مقابله مين؟ مقابله الايونات الموجبه بتاعت الميه. فهمت؟ تخيل ده سؤال مقالي بدرجتين بجد يعني، حرفيا لازم تكون شايفه ومركز وعندك يعني بديهه جدا عشان تقدر تاخد حاجه زي كده يعني. بيقول لك تاني هنا، هتقول له ايه بقى؟ قال لك هنا بسبب ان جزيئات الماء ترتبط بالشحنه الموجبه الى الايون الموجب وهو ايون الصوديوم، وشحنه او الشحنه السالبه جزئيه للماء على ذره الاكسجين ترتبط او مرتبطه بالايون السالب لملح كلوريد الصوديوم، وهذا خطأ علمي. فيجب ان ترتبط الايونات او الشحنه الموجبه الجزئيه في الماء بايون الكلورين السالب، فاهم؟ وترتبط الشحنه السالبه بايون الصوديوم الموجب. لان انت فهمت بقى موضوع وبس
كده الحمد لله احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان هو ما يكونش تقيل، انا عارف ان انا خليت اسئله فعلا تقيله، انا ذات نفسي بص اتحريت وقلعت، فربنا معاكم. باذن الله تعالى. بس خدوا انتوا الفيديو جد واكتبوا، ورب يكونوا كتبتوا يعني ورايا، وان شاء الله هنقفل الامتحان، والامتحان هنسربه مش بالفهلوه ولا بالفلوس ولا كذا، لكن بحل الامتحانات كتير جدا جدا والكتب. ما تنساش بقى ان انت تدعمنا كده بكام لايك على كام حاجه بسيطه كده يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.